دلوقتي هنشرح بس الادوات كده بشكل سريع، نعرف ايه الادوات اللي موجوده في برنامج الاستريتور وايه الانترفيس. مهندس، قبل ما تبدأ ممكن بس سؤال؟ بيكون أفضل الاستريتور إصدار نسخة 25 ولا 24؟ دايما انا بفضل اخر اصدار، حتى قبل كده لما كنت بشتغل بالكراك كنت بشتغل باخر اصدار. الكلام ده في أوكي. نسخه 18 و2019 و2020، لان من بدايه 2021 بدات اشترك يعني. فدايما انا بفضل اخر اصدار، لان اكيد اخر اصدار بيكون فيه تحديثات او بيكون فيه اضافات مختلفه عن الاصدارات اللي قبل. لكن طبعا بيختلف على حسب امكانيات الجهاز. ممكن مثلا لو امكانيات الجهاز بتاعتي ما تسمحش ان انا اشغل امكانيات عاليه او اصدار حديث يعني، اخر اصدار ده، لان في اجهزه ما بتشتغلش مثلا 2025 وفي اجهزه ما بتشتغلش 2024. فزي ما قلنا لا، دايما، أنا عندي بشغل 24. طالما بتشغل عندك 24، الرامات عندك 16 ما تقلش عن 16، والبروسيسور كور اي 7 ما يقلش عن كور اي 7 جيل 10 او 11 مثلا. خلاص يبقى انت تقدري تعملي ابديت وتنزلي الجديد 2025، بس تكوني مشتركه، لان ال 2025 بكراك ما انصحش اصلا بكراك عموما، وخصوصا لو 2025 كمان، لان 2025 بكراك دي هتلاقيها ملغمه يعني، هتلاقيها مش مظبوطه يعني. تمام. فدايما احنا ايه، بنصح دايما باشتراك، وبنصح باشتراك واخر اصدار. لكن في ناس ممكن ايه، هو متعود على 2020 مثلا، خلاص هو ما بيعرفش يشتغل الا على اصدار 2020، لان في تحديثات وفي حاجات اختلفت، يعني في ادوات اختلفت في التحديثات اللي بعد كده عن 2020. فممكن يكون هو متعود على 2020 وبيستخدم الادوات بتاعت 2020، او مثلا بيشتغل على 2017 فهو متعود على 2017. لو هو مش هيشترك خلاص يفضل على الاصدار بتاعه، مفيش مشكله. هي كل الادوات واحده، هي اختلاف بس في الايه، حاجات بتسهل علينا الموضوع شويه، اختصارات مثلا في حاجات، مشاكل مثلا في الاصدارات القديمه فعالجتها ادوبي في الاصدارات الحديثه، حاجات تسهل علينا الدنيا شويه. كمثال مثلا، مثال موضوع الايه التكبير والتصغير اللي هو السكيل، لما بنكبر في الاستيليتور او الكلام ده في الفوتوشوب مثلا. لما كنا بنكبر بالفوتوشوب ونصغر، بنكبر لازم نبقى دايسين على الشيفت. في الفوتوشوب الاصدارات اللي بعد كده ما بقاش بقى لازم تدوس على الشيفت، لا هو اوتوماتيك بقى يعمل لك سكيل عشان يكبر حاجه، او يعمل سكيل لحاجه لعنصر بالابعاد متساويه، الويدث زي الهايت ثابت. فبيعملها ازاي؟ عن طريق ان هو بيشتغل بيعملها بالشيفت. لكن في الاصدارات الحديثه بقى من غير شيفت، مجرد ما انا اعمل سكيل اكبر من اي زاويه يكبر معايا بدون شيفت. في الالستريتور مثلا لا، احنا بندوس شيفت. لازم عشان اكبر الحاجه سكيل، اكبر اي حاجه لازم ادوس شيفت وانا بكبرها. طبعا احنا المره اللي فاتت شرحنا الواجهه دي وقلنا بالظبط احنا بنختار اعدادات الملف. سمعت المحاضره يا جهاد؟ سمعت المحاضره المسجله؟ اللي ما حضرش معانا سمع المحاضره المسجله؟ سمعتها. سمعتها. تمام، حلو جدا يعني. عشان احنا مش هنعيد نفس الكلام اللي قلناه، هنكمل على اللي احنا قلناه قبل كده. فانا خلاص عرفت بقى المقاسات بتاعتي والابعاد بتاعت الملف بتاعي الارت بورد، وقلنا كده كده الالستريتور وانا شغال مش شرط اكون بستخدم او بعمل اكتر من ارت بورد، او اعمل الارت بورد نفسها بالمقاس الفعلي. ممكن اعمل اي ارت بورد وافتح واعمل كرييت، بس من جوه ممكن ارسم انا اكتر من ارت بورد. ودي برضو حاجه حلوه جدا في برنامج الاستريتور، انه بيسمح لي ان انا ارسم ارت بورد زي ما انا عايز. تمام. فخلينا بقى ندخل نعمل كرييت. تمام. فتح معانا المساحه دي. طبعا الارت بورد هي حدودها الجزء الابيض ده. تمام، اللي احنا شايفينه ده الجزء الابيض ده حدود الايه، الارت بورد بتاعتنا. طبعا البانل الجديده دي البانل او الشريط ده، البار ديت بتكون في الاصدارات الحديثه او النسخ اللي فيها الذكاء الاصطناعي. فبيديني حاجات ايه، مساعده كده فيها جنريت فيكتورز. انا اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يولد لي اوريدي فيكتور او اشكال. ده مثلا درو بنسل، اقدر ارسم بالقلم، فبيديني بار كده اقدر استخدم ادوات بشكل اسرع يعني. فده الشكل العام اللي احنا بنشوفه قدامنا. الارت بورد بتاعتنا بتكون هي الجزء الابيض ده، والحدود بتاعتها بتلاقي فيه خط اسود كده في الحدود بتاعت الارت بورد. والخط اللي فوق الخارجي ده البليد اللي احنا شرحناه في المحاضره اللي فاتت. ده بيكون بليد اللي احنا بنقول لما باجي ابعت ملف للطباعه او بعمل ديزاين هيطبع،
لازم اكون عامل بليد جزء خارجي اللي هو بره الارت بورد. مساحه التصميم الفعليه بتاعتي هي المساحه اللي جوه الارت بورد، اللي هي المساحه الابيض دي بس. لكن الجزء الاحمر ده، خليني اكبر لكم الشاشه شويه عشان تظهر معاكم. تمام. فانا عندي دي مساحه الارت بورد بتبان عندي بالشكل ده، وزي ما قلت لكم كده في شريط اسود اهو. والجزء الاحمر الخارجي ده هو الجديد، الجزء اللي احنا قلنا وشرحناه وهنشرحه تاني، كل ده هيشرح تاني اكتر من مره. ده الجزء الخاص بالايه، بالبليد اللي انا ببعته للمطبعه. تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ شيماء. ولا يهمك خالص، احنا لسه بنبدا. فانا لما يكون عندي بقى المساحه دي مساحه الارت بورد، قلنا ان الاستريتور بيديني اريحيه ويديني فرايتي اعلى، ان انا اقدر ارسم اكتر من ارت بورد. فانا دلوقتي ممكن لو اخترت الاداه بتاعت الارت بورد اقدر ارسم اكتر من ارت بورد بالشكل ده. تمام. وبيديني نفس الخصائص بتاعتها بالبليد الخارجي بكل الكلام ده. هنا بعمل ابعاد مختلفه. فده برضو من ايه، من ضمن الحاجات اللي بتسهل علينا الشغل في الاستريتور، ان انا بيكون عندي اكتر من مساحه عمل. طيب انا دلوقتي خلينا نمسك بقى الادوات، التولز اللي هي على اليسار دي اللي اسمها التول بار. كل اداه من دول بالراحه كده، واحده واحده نعرف كل اداه بتعمل ايه. اول حاجه دي هي اداه الموف تول. اداه الموف تول زي اللي في الفوتوشوب بالظبط. اداه الموف تول اللي هي اداه التحريك، من اسمها كده هي اداه التحريك. اللي انا بيكون عندي اي عنصر بقدر احركه بالشكل ده. يعني لو انا عندي مثلا مربع او ريكتانجل زي كده، تمام، الريكتانجل ده عايز احركه، فانا بستخدم الاداه دي. ودايما انا لو هعمل اي حاجه او هنتقل من اداه لاداه مثلا، او خلاص انا خلصت الاداه بتاعتي وعايزه انتقل لحاجه تانيه، فبضغط على الموف تول دي. تمام. دي الاداه الاساسيه ودي الاداه الرئيسيه في البرنامج، اداه الموف تول. اللي انا بقدر احرك العنصر كده، امسكه واحركه براحتي زي ما انا عايز. تمام. اللي بعد كده اداه الدايركت سيلكشن. الدايركت سيلكشن دي اللي انا بقدر امسك، احنا قلنا طبعا الفوتوشوب بيشتغل بنظام الراستر، والإليستريتور بيشتغل بنظام الفيكتور. طب الفيكتور ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن التقاء نقاط. انا كل ما كان عندي نقاط في الشكل بتاعي، فده ده اللي بيجمع لي الشكل في الاخر. تمام. مش عباره عن مربعات جنب بعضها، لا، عباره عن نقاط، بوينت 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 بوينت. بنسميها هنا في الإليستريتور اسمها انكور بوينت. الانكور بوينت هي دي اسمها، حتى لما بنقف على المؤشر كده بنلاقي كلمه انكور مكتوب. فدي انكور بوينت، ودي انكور بوينت، ودي انكور بوينت، ودي انكور بوينت. كل انكور بوينت من دول انا بمسكها ازاي؟ لما بقف على اداه الدايركت سيلكشن. طالما انا واقف على اداه الدايركت سيلكشن فبقدر امسك الانكور بوينت، واقدر امسك الانكور بوينت واحركها زي ما انا عايز. تمام. او بالشكل ده بتبقى عندي ايه، بكل اريحيه كده. طيب الانكور بوينت لو ضغطت عليها في الجروب سيلكشن، لو انا عايز اكتر امسك اكتر من ايه، من انكور بوينت واحركهم مع بعض زي اداه الموف تول. يعني اي حاجه احنا بنشوف فيها سهم صغير ابيض كده، بيبقى فيه سهم صغير كده ابيض في اليمين، ده معناه ان في ادوات تانية جواه. طيب اللي هيشتغل منكم على البرنامج ومش هيلاقي الادوات دي كلها اللي انا بشرحها النهارده، يدخل في الكرياتيف كلاود، يتاكد الاول ان هو عاملها انجلش يدعم العربيه. ده بالنسبه للناس اللي شاريه اللي مشتركه في البرنامج. اتاكد من الكرياتيف كلاود، من ادوبي كرياتيف كلاود، ان البرنامج عندي بالانجلش يدعم العربيه. فوق هنا في الاعدادات بلاقي كده، هنا في الاعدادات على اليمين، لما بضغط على صورتي الاكونت بتاعي، بضغط كده. تمام. مش عارف هي ظاهره عندكم دلوقتي ولا لا. خلينا نظهرها كده اهو. لما بضغط هنا على اسمي كده، تمام، بلاقي هنا الاكونت بتاعي وعندي كام كريدتس باقيين، والبريفرنسز دي اللي احنا عايزينها بقى دلوقتي. بدخل على البريفرنسز هنا، وبلاقي في حاجه اسمها الابلكيشنز، الابس. بتاكد ان كلمه ديفولت انستول لانجويج انجلش يدعم العربيه، عشان اجيب كل الادوات. وهقول لكم برضو ازاي نجيبها من جوه دلوقتي، عشان اتاكد بس ان الادوات بتاعتي والادوات اللي هي مناسبه للغه العربيه. عشان الكتابه، طريقه الكتابه والكتابه من اليمين لليسار، والتشكيل وحاجات كتير جدا ايه، بتبقى مختلفه في النسخه اللي الانجليش يدعم العربيه. تمام. دي اول حاجه، اتاكد من هنا ان هو انجليش يدعم العربي. تاني حاجه ادخل على البرنامج وبضغط هنا كليك يمين. تمام. على خلينا كده بضغط عفوا، بضغط على الثلاث نقط اللي تحت دول.
اول ما بضغط على ايديت تول بار بلاقي هنا في 3 مربعات كده صغيرين على اليسار وفي جنبهم 3 خطوط، فبضغط عليهم وبختار من هنا ادفانسد. لو انا مختار بيزك هلاقي بصوا عدد الادوات قل ازاي. فانا هنا كده مختار البيزك بس الاساسيات. لما بضغط على دي تمام، وانا عاملها كده عشان اوريك كل الادوات اللي موجوده اللي احنا هنحتاجها او اغلب الادوات اللي هنحتاجها، فبختارها ادفانسد. ادفانسد بيديني القائمه الكبيره دي كلها وبيظهر لي الادوات دي كلها. طيب حاجه تانية بقى، الجزء اللي على اليمين ده فيه ادوات كتير وفيه بروبرتيز مثلا ولايبراريز وفيه كام اداه كده ظاهرين كتير اهم، في ادوات كتير. ده بيظهر ازاي؟ ده بيظهر برضو من خلال حاجه اسمها الورك سبيس. لما بضغط على ويندو وبضغط هنا على ورك سبيس، ورك سبيس فوق هنا اهي، بلاقي انا عامل ورك سبيس خاصه بيا اسمها ياسر، وفي ورك سبيس ثانيه اسمها ياسر سامي، وفي ورك سبيس خاصه اسمها ديزاين. اللي عندكم بقى هيظهر عندكم الاوتوميشن او الاوتوميشن، مش عارف هتبقى موجوده ولا لا. في الاسينشالز، في الاسينشالز كلاسيك، في اللاي اوت، في البينتنج، في البرينتنج اند بروفنج. كل واحده من دول بتغير شكل. فانا هنا بالنسبه لي عندي كده ايه، التول او الانترفيس بتاعتي او مساحه العمل الورك سبيس بتاعتي بتختلف من حد لحد. ممكن حد بيكون بيستخدم الادوات دي كلها فبيحتاجها تبقى قدامه، وممكن لما تفتحوا البرنامج مثلا تلاقوا الورك سبيس مختلف عن كده. ممكن تلاقوها مثلا اسينشال فتلاقوا عدد شايفين الورك سبيس اختلفت خالص ازاي، شكلها بقى مختلف تماما. هنا عندي لا في جزء هنا مختفي، التولز ما بقتش كلها موجوده. تمام. هنا الورك سبيس اختلفت، هنا مفيش ادوات تانية مساعده، مفيش التولز اللي كانت موجوده كتير هنا. هنا البروبرتس واللايرز بقى في اللايرز موجوده وبقى في اللايبرز زي ما كانت موجوده. فالورك سبيس دي اختلفت تمام. تمام. برجع انا اضغط هنا على ويندو تاني واختار ورك سبيس تاني. اختار مثلا من هنا، اختار ان ايه، اسينشال مثلا، اسينشال كلاسيك. تختلف الشكل، يختلف، يديني بقى الادوات الكتيره اهيت، اداني كل التولز دي، واداني هنا البروبرتس واللايبرز برضو، واداني الشكل اللي احنا كنا عليه من شويه. لو ضغطت على ورك سبيس ثانيه اختار مثلا لي اوت، عشان بس لو حد لقى الواجهه مختلفه ما يتخضش. لا ده دي ورك سبيس بتختلف من حد لحد، يعني كل واحد بيرتاح في ورك سبيس فبيشغلها عليه. في هنا ورك سبيس ثانيه مثلا البرينتنج اند بروفنج، الاقي برضو ادوات اختلفت. هنعرف بقى الادوات دي كل واحده من دول بتعمل ايه وشغلها ايه. تمام. خلينا نرجع على الاداه الورك سبيس اللي انا عاملها. تمام، ياسر سامي او ياسر، خلينا في ياسر سامي ماشي، او خلينا في ياسر عشان تظهر الحاجات البيزك. احنا ممكن نجيب البيزك من هنا او الحاجات الادفانسد. اضغط هنا واقول له ادفانسد. تمام. فقدرنا كده نجيب كل الادوات اللي كانت موجوده. طيب هنا عندي الموف تول، قلنا دي التحريك اللي بحرك بيها. الدايركت سيلكشن هي اللي بحرك بيها النقاط. تمام. دي قلنا الانكر بوينت بتاعتي بحركها على حسب ما انا عايز، طبعا على حسب الشكل اللي انا برسمه. هنا الاداه دي بتاعت الماجيك ووند، اللي هي بتكون بختار انا الحاجات اللي شبه بعضها او اللي الوانها زي بعضها. لو انا مثلا عندي هنا شكل ادي مربع زي كده وخليت مثلا لونه وليكن باللون الاحمر ده، وبعد كده عملت شكل تاني، خلينا نعمل شكل تاني راوندد مثلا، هنعرف برضو الكلام ده، واخليه مثلا بلون او اخليه بنفس اللون مفيش مشكله. واعمل شكل ثالث اليبس تول مثلا اهي، واخليها بلون مختلف. واجي مثلا اعمل برضو من هنا بوليجون بالشكل ده. الماجيك ووند تول لما بضغط على الماجيك ووند تول لو انا اخترت دي هيختار لي الاثنين اللي زي بعض بنفس اللون. تمام. لو اخترت هنا بالماجيك ووند تول اخترت دي بيختار لي الاثنين اللي زي بعض بنفس اللون. تمام. ده كده ايه، اداه الماجيك ووند تول. طيب الاداه اللي بعد كده دي لو انا عندي بقى اشكال مثلا، خلينا نعمل دوائر مثلا، دايره هنا جوه ودايره تانية هنا ودايره ثالثه بالشكل ده. تمام. فانا عايز احدد، لو انا جيت احدد الدوائر دي وامسكها كده لوحدها ماشي. لو انا عايز امسك الثلاثه، لو جيت اعمل بالدراج كده بالماوس عليهم هما الثلاثه هيمسك معاهم اللي وراهم. فالهدف من الاداه ديت اداه اللاسو تول ان انا بقدر امشي كده بالتحديد بالسلكشن اهو لاسو تول، بحدد الشكل اللي جوه.
طبعا برجع للموف تول زي ما قلنا، وبمسك الحاجات دي واطلعها بره كده. تمام. طيب دي اداه اللاسو تول. الاداه اللي بعد كده وهي الاداه الاشهر في برامج ادوبي، هي اداه البين تول، اللي دايما عامله ايه، بعبع كده عند ناس كتير، رغم انها اداه لذيذه جدا وبسيطه واستخدامها سهل جدا. يا تمام. باشمهندس، البنتول هذه ما زلت ثانويها بالخالص. ايوه، ما هو عشان ما تعودتيش عليها، بس عشان ما استخدمتهاش كتير. تمام. ما استخدمهاش بالخالص. ايه. ما استخدمها ابدا. انا يعني ما اقدرش ان انا ارسم فيها او ما ان انا اتعلم كيف ارسم. هوريكم دلوقتي موقع بيعلمكم ازاي تتعودوا عليه. ماشي. فالفكره كلها يا جهاد، كل حاجه بتيجي بالممارسه. بص، اداه البين تول صعبه، ما قلناش انها سهله. تمام. ما قلناش انها ايه، اداه سهله. اداه صعبه جدا. ومش صعبه، مش فكره انها صعبه، ان صعبه على اللي ما استخدمهاش. قولي لي يا جهاد، ايه مشكلتك مع البين تول؟ ما اقدرش ارسم فيها ابدا ابدا. يعني استخدمتها اكثر من مره، يمكن 9 شهور وانا استخدمها، ما اقدرش ان انا استخدمها بالخالص. البنتول هذه بالخالص ما اقدرش ان انا ارسم فيها. انت بتستخدمها بقالك 9 شهور، وفي ناس بتستخدمها بقالها سنين وما بتعرفش تستخدمها برضه، وبيبقى عندها نفس المشكله. الفكره كلها في ايه؟ انا ما بستخدمهاش صح. اولا انا مش عارف هي يعني اتعامل معاها ازاي. هي الموضوع بسيط جدا، مجرد ما اعرف افهمها واعرف اتعامل معاها ازاي، خلاص هعرف اشتغل بيها كويس. انا هشرحها لكم دلوقتي بكل بساطه. الحاجه التانيه، مش معنى ان انا بستخدمها اجي استخدم مره واحدد كده عناصر واقعد مثلا اتحرك بالبين تول شويه، فانا كده استخدمتها واقول انا بقالي 9 شهور بستخدمها مش عارف. لا، البين تول محتاجه ممارسه. يعني من ضمن القصص اللي دايما بتذكرها في الموضوع ده، حد كان بيذكرها من الناس الشاطره في المجال، تقريبا كان بدر دياب على ما اذكر يعني. انتوا اكيد كلكم عارفين بدر. بيقول انا من الحاجات اللي عرفتني او خلتني ابقى شاطر في الديزاين، او ان انا ابقى ديزاينر اصلا، ان انا كنت زمان شغال في استوديو، وكانت مهمتي كلها، انا مش متذكر بدر ولا حد تاني، بس المهم يعني ان كانت شغلتي كلها ان انا اقص صور. بيقطع صور. اه بيقص كان صور. بدر صح يا امين، كان بدر. مظبوط اه. اه، فهو كانت شغلته ان هو يقطع صور، ان هو يخش كده في الاستوديو من اول ما يبدا شغل لحد اخر اليوم قاعد بيقطع صور بس. فبقى كل شغله ان هو يستخدم البين تول. يعني شغلته كلها ان هو بيشتغل على البين تول. فتخيلوا بقى مثلا قعد له كام سنه، سنتين ثلاثه مثلا شغال في استوديو، كل يوم بيستخدم البين تول، فبقى شاطر في الديزاين. فكذلك الموضوع، لو احنا عايزين نبقى شاطرين في الديزاين عموما، لان احنا بالنسبه للناس تانية مثلا بتستخدم الكانفا او بيستخدموا برامج تانية في التصميم، ده حلو السؤال ده يا استاذ شيماء، معلش انا ما خدتش بالي منه. اللي كان محمل البرامج بالانجليزي وغير المدعم بالعربي نعمل ايه؟ بتمسحي. معلش احنا هنرجع تاني للبنتول يا جهاد، احنا البنتول لسه رحلتها معانا طويله يعني. الفكره في النقطه دي، انا لو حاجه زي كده ما خدتش بالي بنبهوني يا شباب ان في سؤال في الشات. الفكره كلها لو انا مش عامل الكلام ده من الاول يدعم العربيه، برجع تاني للبريفرنسز دي، وبدخل على الاعدادات، اخش على الابس، واغير من هنا، بدل ما هي انجلش مثلا او اي لغه تانية، اخليها انجلش يدعم العربيه. لما بعمل الخطوه دي، البرنامج ما بيسمعش فيه الموضوع ده غير لما انا امسحه وانزله تاني من اول وجديد. يعني لو انا عملت الكلام ده في الادوبي كرييتيف كلاود، مش هيظهر عندي او مش هيسمع عندي في الالستريتور غير لما انا اشيله وانزله من اول وجديد. وده طبيعي، ما فيش مشكله خالص، ممكن امسح البرنامج وارجع انزله من اول وجديد. تمام كده. تمام يا استاذ شيماء، لو في عندك اي سؤال تاني افتحي المايك وقولي. تمام، شكرا ليك، ماشي. فده مهم جدا برضو، موضوع ايه انجليش يدعم العربيه ده، لان في حاجات كتير وادوات كتير احنا هنشوفها واحنا شغالين مش موجوده غير في الانجليش يدعم العربيه. تمام، هنشوفها في خلال الكورس ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى للبين تول، لو احنا اتدربنا عليها ال9 شهور دول يا جهاد، لو انت مثلا كل يوم بتخصصي لنفسك وقت ان انت تستخدمي البين تول في قص بس صور، يعني تفتحي برنامج الفوتوشوب كده وتجيبي صور وتقصيها، تحددي لنفسك ساعه ساعتين كل يوم تستخدمي الاداه، هتعرفي بقى النهارده الطريقه الاداه دي بتشتغل ازاي، وبعد كده تطبقي الكلام ده.
تمام، لان ممكن برضو انت مثلا ما كنتيش بتعرفي تستخدميها صح، فما بتظبطش معاكي وانت بتحددي، قافله البرنامج وما ترضيش تكملي. تمام. فخلينا دلوقتي نشوف البين تول، سواء بقى في الفوتوشوب او في الالستريتور نفس الكلام. انا دلوقتي عندي اداه البين تول اهي، وعايز ارسم. اولا لو انا عايز ارسم خطوط مستقيمه، فانا بضغط كده ضغطه. تمام، ادي ضغطه، واشوف انا عايز اروح فين. ادي المؤشر لسه معايا اهو، وبضغط ضغطه تانيه. خلاص كده ضغطت الضغطه التانيه، اضغط كده الثالثه، اضغط الرابعه، اضغط الخامسه، السادسه، السابعه وهكذا لحد ما قفلت الشكل بتاعي. طيب انا عايز ارسم، خلينا نغير اللون. عايز ارسم، نقف على الموف تول الاول قبل ما نغير اللون. وبعد كده خلاص انا عايز اقف بره. ماشي، اغير اللون اهوت عشان يظهر معايا هنا اللون في الفور جراوند. هنعرف برضو الالوان ديت الفيل والستروك. وبعد كده بمسك البين تول تاني، وعايز ارسم بقى حاجه. انا مثلا عايز امشي، يا اما امشي على التحديد ده، يا اما عايز ارسم حاجه تانيه بس تكون كيرفد، دائريه. فانا هنا مثلا عايز ارسم كده. لو انا عايز اعمل نقطه بقى دائريه، النقطه اللي جايه واللي بعدها كده هتبقى دائريه، بعملها ازاي؟ بضغط وافضل ضاغط واسحب، وبعد كده هنا اكمل. لو انا عايزها برضو تبقى دائريه معاها كده اهو كده، وبعد كده اتحولت لخط مستقيم. لو انا عايز اخليها دائريه تاني، برضو بسحب، بضغط وافضل ضاغط واسحب. ما اشيلش ايدي من على الماوس الا لما الاقيها ايه، خلاص اوريدي اتحددت الشكل الدائري بتاعي. تمام. الموضوع ده ما بيبقاش سهل في البدايه، يعني انا مش خلاص عرفت دلوقتي التقنيات ديت او طريقه التعامل مع الاداه، فانا خلاص هعرف احدد بقى على طول. لا، في المره الاولانيه هلاقي نفسي ايه، انا مثلا عندي عنصر عايز احدده، فانا جيت رسمت، وجيت رسمت النقطه اللي بعده عملتها دائريه، ورسمت النقطه اللي بعده عملتها دائريه، ورسمت هنا خليتها دائريه، ورسمت كده وخليتها دائريه بالشكل ده. بس الشكل ده مش مظبوط معايا، مش جاي على التحديد بالظبط مثلا كمثال. طيب هعمل ايه؟ عادي ممكن اقف على النقطه دي بالراحه كده من اداه الدايركت سيلكشن، واسحب الاداه دي اهو، اسحبها كده انزلها لتحت، اطلعها لفوق او اظبطها شويه. امسك الاداه اللي بعد كده. الكلام ده مثلا هنا في الاستريتور وبرده في الفوتوشوب. هحدد الهاندل ده اسمه الهاندل. فانا ببقى فاهم الكلام ده. انا عندي حاجه اسمها الانكر بوينت، دي النقط اللي انا بحطها. الهاندل هو اللي بيحدد لي اتجاه الكيرف بتاعي. انا مثلا دلوقتي لو سحبته كده، فالكيرف جاي كده، ده الهاندل اهي. وسعت معايا كده ليه؟ عشان ايه؟ الكيرف بقى ايه، جاي من هنا كده وبعدين لف كده اهو. لو حددت الكيرف كده اهو، لو حددته لتحت اهو، فده اتجاه الكيرف بتاع الايه. طيب لو انا عايز الكيرف ده يفضل من هنا ثابت ويتحرك بس معايا من هنا، فبضغط على الالت وبسحب كده. وده برضو بيحصل في الفوتوشوب اهو، وانا ضاغط الت اهو طلعته لفوق. لو انا مش ضاغط الت هيسحب الاثنين مع بعض، لكن انا ضغطت الت ففصلت الهاندل دي عن الهاندل دي، فبقى هنا هاندل عندي بالشكل ده وهاندل عندي بالشكل ده. تمام اهو، ده لسه مرتبطين ببعض، الاثنين مرتبطين ببعض اهو. لو دخلنا كده وبصينا، بس هنا في هاندل صغننه. لو خدتوا بالكم هنا كانت الهاندل صغننه ازاي. فانا بضغط على الانكر بوينت دي واسحب الهاندل دي شويه عشان اخلي الكيرف بتاعي، بصوا الكيرف بتاعي بيعلى شويه كده. برضو هنا النقطه دي متصلين ببعض لسه اهو. لو ضغطت الت وانا ضاغط على الهاندل دي، اضغط على الدايره بتاعت الهاندل واحركها كده. وبرضو لما نيجي نشرح في الفوتوشوب برضو هشرح لكم البين تول هناك برضو. تمام. المهم كده خدنا بالنا ايه الفكره. انا كده حددت، قدرت اغير في الشكل اللي انا كنت رسمته بالبين تول. يعني انا كنت راسم بالبين تول رسمه معينه، قدرت بالادوات البسيطه اللي انا استخدمتها دلوقتي، الهاندل والالت والكلام ده، ان انا اظبط الكيرفات بتاعتي. تمام. فالموضوع بسيط جدا. هوريكم بقى دلوقتي موقع بيساعدكم في الجزئيه دي كويس جدا. يعني لو استخدمتوا الموقع ده تقدروا ان انتوا ايه، تتعودوا شويه على اداه البين تول. خليني اوريكم الموقع ده هيبقى كويس جدا ليك يا جهاد. ممكن تفتحي الموقع ده وتبداي تشتغل عليه شويه. خلينا كده ايه. يا حاضر باشمهندس، أنا معاك مطبقة بالملي والله. حلو جدا، حلو. ما تقلقيش، الموضوع والله هيبقى بسيط جدا، وان شاء الله هتحترفي في الاداه دي، وبعد كده هتقولي لي فعلا كان عندك حق ان الموضوع مش صعب ولا حاجه. ادوبي تقريبا عندها، لا هوريكم الموقع اسمه ذا بيزير جيم. لا كان ليه اسم تاني، كان اسمه
طب خلينا نشوف ذا بيزير جيم ده. استنى بوريكم اللي انا، لو انتوا كتبتوا بين تول في البحث هيطلع لكم كام موقع كده. ممكن يكون هو ده. خلينا نشوف. احنا كنا شارحينه في فيديو من الفيديوهات القديمه. لا مش ده، مش ده. تتذكر يا امين كان اسمه ايه؟ لا اه والله مش فاكره. اه اهو خلاص هو ده. تمام. البرنامج ده انا بمشي كده مع الادوات. بصوا لو انتوا فتحتوا الموقع ده، ممكن ابعت لكم الموقع ده دلوقتي. بمشي مع الخط. انا عملت اول نقطه اهو زي ما احنا شرحنا في الاستيليتور دلوقتي. باجي اشوف النقطه الثانيه فين. اهي دي النقطه الثانيه. لما بضغط عليها كده خلاص هو بيكمل لي دي. باجي انزل هنا تحت اهو كده خلاص قفل لي الايه، الشكل بتاعي. هو هنا بادئ معايا بالاشكال المستقيمه، اشكال الهندسيه. اهو بنزل كده. طبعا ما ظبطتش، شفته عشان انا ما اخترتش الانكر بوينت مظبوط. تمام. فبكمل انا مفيش مشكله اهو. اهو. المشكله ان في البين تول ديت دايما الناس اللي بتشتكي بتبقى مستعجله. فانتوا دايما ايه، لا تأنوا في استخدامها. اهو بصوا بقى فكره الشكل الدايره ده. الدايره دي اتعملت ازاي؟ ان انا بضغط وافضل ضاغط ما اشيلش ايدي من على البين تول. اهو ضغطت هنا اول ضغطه وبسحب لفوق اهو خليتها كده. انا كده عملتها ايه، شكل دائري هيبقى كيرف معايا. اجي للنقطه اللي بعد كده اهو برضو نفس الكلام واسحب برضو كده. شايفين اهو بيمشي معايا اهو. وانا بتدرب بعمل كده يعني. انا بمشي على الخطوط بتاعته ما اشيلش ايدي براحتي خالص اهو. باجي هنا على النقطه اللي بعد كده اهو واسحب كده. كده. تمام. بتاكد بس انها مظبوطه اهو. كده برضو نفس الكلام اهو. ده اللي ممكن ايه، انتوا في الاول بيبقى الموضوع صعب عشان كده اهو براحتي خالص. اجي بقى النقطه الاخيره اهو بس ضغطه واحده خلاص تظبط معايا. هنا برضو نفس الكلام. انا لما بضغط اول ضغطه بعمل الت قبل ما اعمل الكيرف اللي بعده لان الكيرف هيبقى عكسه. فانا هنا مثلا جيت عملت النقطه دي وسحبت الخط ده كده اهو. شايفين بصوا كده خط لحد فوق اهو. واضغط الت واسحب كده قبل ما اشيل ايدي من على الماوس. يعني انا لسه ايدي على الماوس وسحبت الت وجيت الناحيه الثانيه كده. تمام. خلصت هنا عندي بقى الكيرف ده. يبقى هعمل هنا ادوس هنا واسحب كده. سحبت لحد الاخر وانا لسه ايدي على الماوس ما شلتش ايدي من على الماوس. هضغط الت عشان اعكس الاتجاه واجيب الاتجاه الناحيه دي. جربوا الكلام ده تعملوه عندكم. انا هبعت لكم الموقع دلوقتي. واجي عند الاخر واقفل كده اهو. نفس الكلام ممكن اعملها برضو نفس الكلام كده اهو. بس كده. اكمل معاكم ولا خلاص كده؟ لا خلاص اللي بعده. حلو كده. طيب ابعت لكم بقى اللينك بتاع الموقع اهو. اتدربي عليه بقى يعني. اعملي لنفسك كده كل يوم ساعتين ثلاثه. تتدربي بلاش ساعتين ثلاثه يعني، لا كتير. تدربي ساعه كل يوم. تدربي ساعه على البرنامج ده على الموقع ده. تمام. ما فيش وقت ان انت تعملي على الموقع. افتحي برنامج الاستريتور واشتغلي وطبقي. طبقي على الاستريتور. تمام. حلو كده لحد هنا. طيب نكمل بقى. خلاص انا البين تول اللي بقدر ارسم بيها دي. لو خلي بالكم الكلام اللي انا بقوله لك ده يا جهاد، لو انتوا اعتبرتوا الاداه فعلا صاحبتكم صاحبتوا عليها وبقيتوا تستخدموها هيفرق كتير جدا في جوده شغلكم. من الحاجات المهمه جدا ويمكن امين هياكد الكلام ده دلوقتي ان هو الحاجه لما بتتقص بالبين تول بتكون افضل بكتير جدا من ان انا استخدم الادوات اللي بتسهل عليا الموضوع زي السلكت سبجكت او زي الريموف باك جراوند او اي حاجه من الحاجات دي. مظبوط مظبوط فاهم. ف... ف... حتى انا بستخدمها، حتى لو في ادوات ذكاء اصطناعي بستخدمها برضو البنتول. هو اتعودت عليها، اتعودت خلي عليها خلاص. خلي بالك يا جهاد. امين بقاله 9 شهور. انت بادئه في المجال بقالك 9 شهور. امين برضو بقاله 9 شهور. لا 11 11 11. 11 وشويه. تمام. فامين مش قديم يعني. امين برضو لسه بقاله 11 شهر. بس هو خلاص عرف اهميه اداه البين تول وصاحب عليها وبقت صاحبته بقى يستخدمها دايما. فنفس الكلام يا جهاد ان شاء الله انت برضو يعدي عليكي شهرين ثلاثه كده تقولي لي خلاص انا بقيت البين تول ما بقتش بالنسبه لي مرعبه. زي الناس اللي دايما بحكي لهم على الاستريتور إن قد ايه إن هو برنامج مهم وقد ايه هو برنامج سهل في استخداماته. وناس لسه مرعوبه منه برضو بتقول لك لا انا بخاف من البرنامج. الحمد لله في ناس كتير جدا حضرت معايا كورسات الاستريتور او كورسات عموما بتاعتي غيرت رايها تماما عن الاستريتور. كان الاول معتقدين ان الاستريتور ده
هو برنامج بس باخد منه اليمنتس كده وخلاص، اخد منه اشكال الفيكتور اللي بلاقيها مثلا على موقع فري بيك او غيرها من المواقع. فخلاص انا بدخل ايه، اخد العناصر اللي موجوده في ملف الاي اي وخلاص، وارجع اجري بسرعه على الفوتوشوب، اشتغل اكمل على الفوتوشوب. لكن في ناس دلوقتي حولت شغلها على الاستليتور، كانت كل شغلها على الفوتوشوب حولته على الاستليتور. تمام. هو الاستريتور يا باشمهندس بصراحة لكل شيء يعني، بكسلة لكل شيء يعني، بالاستريتور أفضل. أنا بفضل الاستريتور بس إن أنا ما عرفت أستخدمه. انتوا كمان لما نخلص احنا لما نشرح، احنا دلوقتي بس النهارده هنشرح لكم الادوات كده، نعرف بس ايه هي واجهه البرنامج وايه الادوات بتاعتها وكل حاجه من دول بنستخدمها ازاي. لكن واحنا شغالين في المشاريع بقى وبنطبق، انتوا هتستمتعوا بالشغل يعني. البرنامج ممتع بالنسبه لنا، ان هو ايه ده انا عملت شكل، رسمت شكل من استخدام ادوات بسيطه، يعني قدرت اعمل شكل مختلف. فالكلام ده هيتضح معاكم اكتر واحنا شغالين. طيب خلينا بقى ننتقل للأداة اللي بعد كده، والأداة دي لذيذة جدا اسمها الكيرفج تول. إيه هي الكيرفج تول؟ شفتوا الشكل اللي إحنا عملناه ده؟ إحنا ده حاد، يعني الأشكال هندسية. لو جينا للكيرفج تول، ودي طبعا برضو يعني زي البين تول كده، ومهمة جدا في برنامج الاستيليتور. دلوقتي بعد ما ضغطت على الكيرفج تول، أنا أقدر أجي على كل البوينتس ديت، أخليها كيرف، أخليها منحنيات. لو اول نقطه دي مثلا ضغطت عليها كده دبل كليك، خلاص بقت منحنى. دبل كليك بقت منحنى. دبل كليك بقت منحنى. دبل كليك اهي. حولنا الشكل من اشكال هندسيه كده حاده لاشكال ايه، فيها انحناءات. نفس النقطه هنا برضو نفس الكلام، هنا نفس الكلام. فانا بالنسبه لي كده اقدر استخدم البين تول لو انا مثلا عندي شكل معين، وهو عباره عن شكل فيه كيرفات، بس انا مش عارف اظبط الكيرفات بتاعته. فانا باجي عند النقط بتاعته واعملها كده ايه، حاده مستقيمه. وبعد كده استخدم اداه الكيرفج تول في ان انا اخلي الحاجات ديت ايه، منحنيه. وهنعرف ده برضو احنا شغالين كده مثال عملي على الحاجات اهو. حولتها كلها من اشكال حاده لاشكال فيها ايه، انحناءات بالشكل ده. تمام كده. طيب نخش على بعد كده على اداه التكست، اداه النصوص. ده طبعا زيها زي اللي في الفوتوشوب بالظبط، ده بيكتب نص. في بقى طريقتين لكتابه النصوص. اول طريقه ان انا ممكن اضغط ضغطه واحده، كليكه واحده كده على اي مكان هنا، فبيديني كلمه واحده او كلمتين، يعني اللي هي لورا بإبسون. بس دول ما بيكونش يعني دول بيكونوا مش في اطار نص، لا هم بيبقوا كلمه او كلمتين. انا بقدر اكتب عدد لا نهائي من الكلمات وبتيجي على سطر واحد. لكن في حاجه تانية اسمها بلوك تكست او مربع نص كده، ان انا بقدر احدد للاستليتور للاداه بتاعت الكتابه دي، اقول له انا هكتب في الاطار ده. يعني انا ليا حدود في بلوك كده وفي حدود للكتابه. فاول طريقه ان انا بضغط كليكه واحده كده، فبيجيب لي كلمه لورم ابسوم دي، بيديهاني كمثال. انا ممكن اكتب انا بقى اي كلمه، ممكن اكتب ياسر سامي. تمام. فانا كده كتبت الايه، الكلمه اللي انا عايزها، واقدر اكتب اكمل زي ما انا عايز. يعني لو وقفت على اخر الكلمه اقدر اكمل زي ما انا عايز، مفيش مشكله. ياسر سامي جرافيك ديزاينر مثلا، اهو جرافيك ديزاين. تمام. ولا وفضلت اكتب بقى، هيفضل يكتب معايا على سطر واحد. طيب البلوك بقى بيعمل ايه؟ البلوك اول ما بضغط على علامه التكست دي وانا ضاغط على الماوس من غير ما اشيل ايدي من على الماوس، بسحب وبروح كده هشوف حدود المربع بتاعتي فين. مثلا خلاص حدود المربع هنا جوه طبعا الارت بورد، فبيديني نص تجريبي، يعني بيديني نص كده اقدر اكتب فيه زي ما انا عايز. تمام. طبعا كل ما بكتب الكتابه بتبقى محدوده بالمربع بتاعي ده. انا مثلا عملت كده اهو، كتبت كده، الحدود بتاعت الكلام بتاعتي هي المربع. فاهمين قصدي؟ ما معلش ب... باشمهندس، ممكن تعيد النقطة هذه حق المربع لأنه ما كنت. حلو جدا. بص كده، اول حاجه انا لما باجي اكتب تكست في طريقتين للكتابه. اول طريقه ان انا بضغط كليكه واحده بس بالماوس، كليكه واحده كده، فبيطلع لي كلمتين جنب بعض اسمهم لورم ابسم. ده نص افتراضي، يعني هو البرنامج بيديني نص افتراضي اسمه لورم ابسم. ده انا بغير النصوص بتاعتي، بكتب اللي انا عايزه، ياسر سامي جرافيك ديزاينر جنبها مثلا جرافيك ديزاين. تمام. دي كده الايه، الطريقه الاولى.
الطريقه الثانيه ان انا ممكن اضغط على علامه التكست دي، حرف التي، وبسحب وانا ضاغط من قبل ما اشيل ايدي من على الماوس، بفضل ضاغط دراج واسحب اشوف المربع بتاعي حدوده فين. انا هعمل مربع نص مثلا حدوده على اخر النص بتاعي، على اخر الديزاين بتاعي كده، فخلاص بسيب ايدي. بيديني هو نص افتراضي. تمام. النص الافتراضي ده لو انا سحبت كده تحت اهو، ممكن اكمل النص الافتراضي ده وايه وينزل يكمل تحت. بس انا حدودي هي المربع ده. لو انا طلعت فوق خلاص بيديني علامه بلس كده، علامه حمراء كده، يقول لي ان انت في كلام اختفى. يعني المربع بتاعك حدوده المفروض تبقى لحد هنا عشان النص ده يظهر. تمام. شايفين ده كده اهو. دلوقتي كده دي حدود النص بتاعتي. لو انا كبرت ممكن ازود الكلام، بس انا اخري في الكتابه هيبقى المربع ده، حدوده من اليمين واليسار ومن فوق ومن تحت. لو انا قللت المربع النص بتاعي كده وطلعته فوق وخفيت سطر كده تحت، هيديني العلامه الحمراء دي. العلامه الحمراء، علامه البلس الحمراء دي، معناها ان في كلام تاني تحت. لو انا دوست على العلامه دي كده وجيت سحبت مربع تاني، هيجيب لي النص اللي كان موجود. شايفين النص اللي كان موجود اهو. وبيديني ان هو ايه تكملته كده. طبعا هو هنا لو تلاحظوا ان هو عامل لي رايت تو ليفت، لان انا مختار من فوق هنا رايت تو ليفت، لازم اخليه ليفت تو رايت اهو. اتعكسوا الاثنين مع بعض لانهم مرتبطين ببعض. تمام. نعيد تاني جزئيه المربع النص دي عشان دي برضو مهمه جدا. انا دلوقتي عايز اكتب نص جوه مربع معين او جوه كتله معينه، يعني يبقى ليها حدود. النص بتاعي يبقى في الجزئيه دي بس. فلما بضغط هنا على علامه التكست وبضغط بالماوس كليك وبفضل ساحب، ما اشيلش ايدي من على الماوس، افضل ساحب كده، ساحب لحد ما اخلص المربع بتاعي. مجرد ما اسيب ايدي خلاص هو بيديني نص افتراضي من عنده. البرنامج ده نفسه بيديني نص افتراضي اقدر اغير فيه زي ما انا عايز، اشيل الكلام ده واكتب انا كلام تاني، اكتب اي كلام كده. تمام. مجرد ما بكتب الكلام، اخره فين؟ هيقف فين يا جهاد؟ اخر النص اللي انا بكتبه ده هيقف فين؟ لا أستاذي، في هيقف عند البروفايل. اهو نزل. لكن الطريقه الاولى اللي هو ضغط عليها، لا بيبقى ملوش حدود، اقدر اكمل زي ما انا عايز يعني الكلام ده. ده الطريقه. في البروفايلات لما نعم. لا بيفيدنا في الشبكه البروفايلات حاجه في لما الشبكه يا جهاد. نشتغل بروفايل لشركة أو كذا. الشبكه عندك يمكن التغطية عندي. أنا تكلمت قلت لما نشتغل. أيوه، لما نشتغل في البروفايل أو كذا يكون مضبوط، ما ايوه يكونش يعني بالظبط، برافو ملخبط. عليك. وانا شغال في بروفايل وبكتب داتا يبقى الحدود الكتابه بتاعتي ليها حدود. تمام. هي وفي كمان. هذه المشكلة اللي كانت تواجهني على فكرة لما أشتغل على بروفايل أو أي شيء. يعني الحدود حق الكلام كان يخرج معي، ما كانش مضبوط. قطع. تمام. انا وصل لي الكلام اللي انت بتقوليه. انا دلوقتي الطريقه اللي انت كنت بتشتغلي بيها، انت بتكتبي النص بس ضغطه واحده وتكتبي زي ما انا بكتب كده. او لو انا عكست بس الكتابه رايت تو ليفت، لان هو بيكتب من ليفت تو رايت، فانا هعكسها من رايت تو ليفت تو رايت. وهاجي هنا في الاخر اهو. الطريقه اللي انت كنت بتكتبي بيها كان بيكتب معاك كده، يكمل معاك كده. فتضطري بقى ان انت ايه تعملي ايه، تيجي مثلا عند الكلمه دي وتعملي انتر، عشان مثلا تقولي له ان انا حدود الكتابه بتاعتي هنا. تمام. لكن هنا في المربع النص لا، حدود الكتابه بتتغير، بتتوزع معاكي على حسب اهو. أو انا صغرت فالكتابه بتنزل معايا تحت، لو انا كبرت بتطلع تاني معايا فوق. عايز اصغر من هنا اهو، بصغر كده بالشكل ده، اكبر كده بالشكل ده، وهكذا. فده اسمه البلوك تكست او المربع النص. احنا دايما بنسميها في البرامج بتاعه التصميم او برامج الكتابه التكست مربع نص. ده اسمه مربع نص. تمام. طيب الاداه اللي بعد كده ده خلاص عرفنا كده اداه الكتابه، ودي برضه من الادوات المهمه جدا والادوات العظيمه في الانستليتور، هو اداه التكست. يعني هي اداه مرنه اكتر من الفوتوشوب وفيها فيتشرز اعلى واحسن من الفوتوشوب في الكتابه هنا. طبعا هنشوف احنا بقى التكست افكت والتعديلات على النص وتاثيرات النص والكلام ده كله بيختلف هنا عن الانستليتور جدا. طيب التول اللي بعد كده وهي اداه. طبعا هنا كل زي ما قلت لكم كده في سهم جنب كل اداه بيبقى ليها ادوات تانية شبيهه بيها او من ضمن قائمه الادوات دي. يعني لو دخلت ضغطنا على علامه التكست دي كليك يمين، هيجيب لي حاجات تانية. طبعا دي كلها موجوده
في النسخه اللي هي انجلش يدعم العربيه، عشان لو لما لقيتوهاش عندكم دي موجوده في النسخه الانجليش يدعم العربيه. جايب لي هنا رايت تو ليفت، وجايب لي رايت تو ليفت اريا، وجايب لي رايت تو ليفت تايب، وجايب لي تايب تول، وجايب لي تايب تول اللي هي العاديه اللي هي الكتابه العاديه، وجايب لي هنا اريا تايب تول، وجايب لي اريا تايب تول. هي دي الفكره اللي بقول لكم عليها، ان انا ايه، يبقى عندي كتابه مثلا حوالين ايه، نص معين، شكل معين. you must on compound on non-masking path. اوكي تمام. هنا في حاجات تانية اقدر اكتب فيرتيكال او هوريزونتال. لو انا عايز اكتب الكتابه تبقى افقي كده، تبقى راسي عفوا، تبقى الكتابه فيرتيكال، برضه اختار من هنا الفيرتيكال تايب تول. مش احنا دايما ساعات بنشوف نصوص مكتوبه فيرتيكال بالشكل ده اهو، تلاقي كده ايه اهو، انا بكتب مثلا ايه، الاسم ياسر سامي، فبيتكتب لي بالشكل ده افقي، راسي عفوا. تمام. فهنا برضو بختار الفيرتيكال تايب تول، فيرتيكال اريا تايب تول، كل دي ادوات للكتابه بس، ودي زي ما قلت لكم موجوده في النسخه اللي هو انجلش يدعم العربي. طيب اللي بعد كده هنا اداه اللاين. يعني انا دلوقتي عشان ارسم لاين خط زي ما احنا كنا بنقول من ضمن عناصر الجرافيك ديزاين او عناصر التصميم، العناصر الاساسيه هي الايه، اللاين، الخطوط، فاكرين؟ فانا عشان اعمل لاين اهو بضغط على الاداه دي برسم لاين بالشكل ده. اللاين ده طبعا ده بقى الجزئيه برضو اللي احنا لسه هنروح لها بعد شويه، ده لا واخد فيل ولا ستروك، لا هو في لون داخلي ولا واخد ستروك خارجي. بس هو اللاين في الاساس بيبقى ليه ستروك، ما بيبقاش ليه لون داخلي لانه لاين هو خط، فما فيش حاجه جواه، ما فيش لون جواه. حتى لو انا غيرت هنا اللون وخليته مثلا وليكن اللون الاحمر ده، فمش هينعكس عليا او مش هيبان لان هو ايه، داخلي. شايفين اهو، حتى لما كبرت ما بانش. فدايما اللاين بياخد ستروك، فبحكس الفل ده مكان الفل. هشرح برضو الفل والستروك ده لما نيجي عنده يعني، بس انا بقول لكم اللاين بيبقى واخد ستروك، دايما اللاين بيبقى واخد ستروك بالشكل ده. فانا كده عملت ايه، لون خارجي او ستروك حوالين اللاين، الخط نفسه. طيب اللي بعد كده لو ضغطنا برضو على اللاين كليك يمين، احنا لحد دلوقتي في مشكله في الادوات اللي شرحناها لحد فوق، اللي فوق دول، في اي مشكله في الادوات دي؟ احنا لسه هنكمل بقيه الادوات، في مشكله في الادوات اللي شرحناها لحد دلوقتي؟ لا تمام كله. كله زي الفل تمام. طيب نخش بقى على اللاين. اللاين زي ما قلت لكم فيه خطوط مستقيمه، اللاين سيجمنت ده بتبقى خطوط مستقيمه، اقدر ارسم خطوط مستقيمه بالشكل ده عادي، وتبقى ايه، خطوط زي ما احنا ايه شرحنا في اللاينز قبل كده. طيب عايز ارسم بقى خط يكون كيرفد، دائري، او فيه انحناءات يعني. فده الخط الانحناء اهو، لو انا عندي شكل مثلا او لوجو برسمه او حاجه وعايز ارسم فيه خط انحناء بالشكل ده، طبعا الخط المنحني مش مستقيم هنا، يعني الانحناء بتاعه مش مظبوط. لكن لو انا عايز اخليه مظبوط، وده هنستخدمها في حاجات كتير جدا، اداه الشيفت دي او الشيفت كي من الكيبورد، لما بضغط على الشيفت بيظبط لي الايه، الكيرف بتاعي حتى مستقيم ازاي. واداه الشيفت دايما ليها استخدامات كتير هنعرفها برضو لما نيجي برضو نشتغل على اي حاجه، بتساعدنا في ان احنا نعمل حاجه مستقيمه، حاجه ابعادها مستقيمه او مناسبه. تمام. فوانا ضاغط على الشيفت بيجيب لي الايه، الابعاد مظبوطه كده، الكيرف حتى الانحناء بتاعه مظبوط. تمام. لو انا شلت ايدي من على الشيفت لا بيبوظ معايا بالشكل ده. طيب انا هضغط شيفت اهو خلاص هو كده اتظبط. هاجي ارسم واحد تاني. تمام اهو رسمت واحد تاني. طيب انا مش هرسم ده بالشيفت عادي، ممكن اخليه كده. طيب هرسم واحد تاني بس انا عايز اقلب الكيرف، انا مش الكيرف بتاعي مش دائري الناحيه دي كده، لا انا عايز اخليه من تحت العكس. فبعمل ايه، لو ضغطت على زرار الاف او من الكيبورد هنا على الاف عكسه لي، وساعتها برضه هعمل الشيفت. فانا اقدر ارسم مثلا شكل كده بالشيفت، وارسم واحد تاني من هنا مثلا، وعايز اجيبه العكس اهو كده وبضغط شيفت برضه. طيب عايز ارسم واحد تاني بس انا عايز اقلبه، يعني ممكن اجيبه مثلا من هنا، خلينا مثلا نجيبه من هنا، وعايز اخليه يتقلب فبعمل اف، فبضغط كده. لما بضغط شيفت بضغط اف بيتقلب معايا بالشكل ده. تمام. وصلت كده. دي طريقة رسم الارك لو انا عايز ارسم ارك انحناء كده ايه، زي الارك. طيب
من هنا برضو في حاجه تانية اسمها سبايرال تول. سبايرال تول اللي هو بيبقى ايه، حاجه سبايرال كده، حاجه كيرفات فيها كيرفات كده زي الايه قوقعه والكلام ده. فلما باجي اعمل كده، بصوا برضو ايه اللي هيحصل دلوقتي. انا عايز ارسم الشكل السبايرال ده، شايفين كده؟ خليني مثلا اعمله كده، الشكل بتاع النسبه الذهبيه اللي احنا بنشوفها بتاعت الايه، اهو اهو. طيب لو انا عايز اقلل النقاط بتاعته، عايز اقلل النقاط بتاعته، النقاط شايفين الانكر بوينت كام انكر بوينت هنا قدامي؟ عايز اقلل الانكر بوينت، بعمل ايه؟ بضغط على السهم. شايفين السهم اللي هو السهم في الكيبورد؟ بضغط من الكيبورد السهم كده لتحت، فبيقلل لي النقاط، خليها لي ارك بس. لو انا زودت الاسهم بالسهم لفوق بقى، هو بيديني نقاط لحد ما يوصل للنقطه اللي جوه، وافضل اضغط 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 لحد العدد لا نهائي. تمام. طيب لو قللت اهو، على حسب بقى انا محتاج اعمل ايه بالظبط، بزود او بقلل. تمام كده. اضغط الشيفت لو انا عايز، بدل ما هي عماله تتحرك معايا يمين وشمال كده، لا بضغط الشيفت تطلع مستقيمه معايا. تمام اهو. يبقى انا كده رسمت ايه، شكل سبايرال زي كده. طيب بعد كده في اداه، نفس المكان برضه في اداه الريكتانجل. والريكتانجل دي برضه في ناس كتير ما بتستخدمهاش، بيرسم مربعات يدوي كده. لكن انا ممكن استخدم هنا اداه الريكتانجل في ان انا ارسم مربعات بالشكل ده. طيب المربعات ديت انا عددها انا عارفه، انا عارف ان هم مثلا اربع صفوف، اربع اعمده في اربع صفوف. فانا هقلل من هنا بالسهم يسار عشان اقلل العدد. دول كده اربعه مظبوط، ومن تحت اقلل برضو العدد كده. فكده بقى عندي اربع صفوف واربع عمدان، اقدر احدد بقى حجمهم هيبقى عامل ازاي، وانا كل ده لسه ضاغط على الماوس، ما شلتش ايدي من على الماوس. وهضغط شيفت عشان يبقوا مستقيمين معايا بالشكل ده. عملت اربع مربعات واربع مربعات اهو. تمام. لحد هنا كده تمام. انا عايزكم بقى اللي احنا بنعمله ده تفتحوا برنامج الاستريتور وتقعدوا تلعبوا بالحاجات دي، جربوها كده وتشتغلوا عليها وتشوفوا الادوات دي. طيب بعد الاداه الريكتانجل في اداه البولار جريد، دي برضو ايه عادي، برضو اقدر اعمل شكل دائري بالشكل ده كده اهو. الادوات دي هتساعدنا كتير في حاجات كتير، واحنا جايين بنرسم واحنا بنعمل شعارات وبنعمل واحنا بنعمل برزنتيشن لبراند مثلا، بنعمل جايد لاين، براند جايد لاين، او بنعمل برزنتيشن مثلا لحاجه من مشروع فعايزين نظبطها، وهكذا. فانا دلوقتي عندي ايه، عندي البايلور ده، وعايز اقلل مثلا، لو انا عايز اقلل العدد شويه وانا برسمه كده، ممكن اقلل بالسهم برضه. شايفين السهم لتحت بيقلل العدد الدائري اللي جوه، والسهم يمين يقلل العدد ايه، تقاطعات اهو. ممكن اخليهم كده بس. تمام. وطبعا لو احنا دوسنا كده دوسه واحده بيجيب لنا برضو الاعدادات، ممكن انا ابقى عارف الاعداد الابعاد بتاعتي قد ايه بالظبط. فانا ممكن اخلي الويدث قد ايه والهايت قد ايه، وعدد الكونستريك ديفايدرز اللي هي التقسيمات ديت، وعدد الراديال ديفايدز اهو. لو انا مثلا خليت ده اتنين، وخليت ده خمسه مثلا، وخليت الهايت بتاعه 10 مللي، وخليت الويتس بتاعه 10 مللي برضه، واقول له اوكي، بيرسمه لي على طول بالظبط بالشكل ده. فرسم لي الفايف ديفايدز ديت، تقسيمات الخمسه دي، ورسم لي دايرتين بس جوه. تمام كده لحد هنا. طيب بعد كده، بعد الاداه ديت البولر ديت، خلاص احنا عرفنا ان هي مع نفس الاداه بتاعت اللاين. هنيجي بعد كده الاداه دي بقى الاشكال كلها اللي احنا عارفينها، اغلب الاشكال اللي احنا بنرسمها سواء ريكتانجل او راوندد ريكتانجل او الاليبس تول او البوليجون او ستار او غيرها من الادوات. تمام. طيب زي ما قلنا كده الادوات احنا بنشرح بس التولز، نعرف ازاي استخداماتها في برنامج الالستريتور، نعرف كل اداه من دول لما نيجي نحتاجها، او نيجي نحتاج مثلا نعمل حاجه في الديزاين بتاعنا، نعرف نجيبها منين. تمام. فبناخد فكره عامه كده عن الادوات، عن البرنامج. بناخد يعني اوفر اول كده ايه الادوات اللي بتستخدمها، او ايه الادوات اللي بتستخدم في برنامج الالستريتور. لكن واحنا شغالين مش هنستخدم كل الادوات دي، لازم نبقى عارفين كده كويس ان احنا مش شرط ان انا وانا شغال هستخدم كل الادوات دي. لكن انا ببقى عارف كل يعني اغلب الادوات
وممكن يكون وانا شغال مثلا بعمل ديزاين للوجو مثلا، او بعمل ستيشنري ديزاين، بزنس كارد او بروشور او فلاير او غيرها من التصميمات، بستخدم 10% بس او 15% من التولز اللي احنا بنشرحها النهارده دي. تمام. بس انا ببقى عارف عشان لو احتجت اي اداه من الادوات ديت بستخدمها. ففي ادوات هي دي اللي عليها التركيز الاكتر، دي هنعرفها واحنا شغالين، يعني واحنا بننفذ مشاريع بالفعل هنعرف بقى ايه. اه ده الاداه دي هي اللي بنستخدمها كتير، ده الاداه دي اللي لازم نكون حافظينها كويس، دي الاداه اللي بتعمل لنا مثلا الحاجات ديت، فنبقى عارفين الكلام ده. طيب يا باشمهندس، ايوه. معلش كان عندي سؤال قبل ما أخلص. اتفضل. آخر واحدة اللي هي الأداة اللي بلور جرايتون، ما عرفت كيف نستخدمها في الشعارات. هذه جبتها ودست ببالي والله. اداه البولر قصدك؟ أيوة البولار. البولر دي بولر جريد تول، دي حاجات بتقسم لنا التقسيمه دي اللي احنا بنشوفها دي، تقسيمه كده ديفايد لاجزاء مستقيمه كده، خط مستقيم لاين كده، وحاجات دائريه في النص. فانا عايز ارسم مثلا، وليكن انا محتاج اعمل حاجه فيها دايرتين في الداخل، وفيها متقسمه ثلاثه بس، ثلاث خطوط كده. فلو انا ضغطت ضغطه واحده كده في اي مكان، هنا هي طبعا انا ببقى عارف انا عايز مقاسها قد ايه. ممكن احدد مقاسها، ممكن تبقى 20 مللي اللي هي 2 سم في 2 سم، اللي هو 20 مللي في 20 مللي. طيب عايز كم تقسيمه للدوائر الداخليه، فانا هخليهم واحد بس، اعمل دايره جوه واحده بس. وعايز كام جزء اللي هو اللاين، الخطوط اللي بتقسم الدوائر دي، فانا هخليهم ثلاثه او اخليهم اربعه مثلا. تمام. وممكن اعدل في السلايدر ده على حسب ما انا عايز. وبعدين بضغط اوكي، بلاقي الرسمه اتقسمت معايا بالشكل ده. فانا احيانا ممكن ابقى محتاج ان انا ارسم حاجه زي كده، محتاج اعمل مثلا، بعمل انفوجرافيك مثلا، بعمل حاجه فيها شرح او فيها بيانات بوضحها والكلام ده، فممكن اعملها بالشكل ده. تمام. فدي بتسهل عليا الموضوع جدا، بدل ما انا ارسم دايره وبعدين ارسم جواها دايره وبعدين ارسم خط لاين كده ولاين كده. فالموضوع ده بيسهل عليا الدنيا، زي برضه موضوع الريكتانجل، فانا ممكن ارسم برضه مربع كبير وبعدين ارسم خطوط بالطول وارسم خطوط بالعرض، فارسم نفس الشكل ده. لا، الاداه ديت بتسهل عليا الموضوع خالص، اللي هي الريكتانجل جريد دي. ممكن وانا برسم بعمل مشروع، فمحتاج ان انا اعمل جريد سيستم او حاجه كده، ان انا احط فيها الايه، الاليمنتس بتاعتي بشكل ايه، متوزع كده بالشكل ده. زي مثلا ما بنشوف هويه بصريه او فيجوال ايدنتيتي كده متقسمه مربعات، مربع فيه اللوجو، مربع فيه موك اب، مربع فيه لون، مربع، واخدين بالكم ازاي؟ فانا ممكن اعمل الكلام ده بريكتانجل، بس بريكتانجل تول دي. نفس الكلام في البولر برضو، نفس الكلام اهي، دي اداه الايه، البولر دي. وضحت كده؟ هيبقى ليها استخدامات كتير، وهنشتغل بحاجات كتير، وهنفصل في الموضوع ده اكتر يعني. بس احنا بنعرف دلوقتي استخدام كل اداه من دول. خلي بالكم هنا مثلا الستروك بتاعها حجم معين، وهنا الستروك حجم تاني. فانا مثلا هعرف برضو موضوع الستروك ده وهنشرحه دلوقتي، الفرق ما بين الفل والستروك. هنا ده 6، فممكن اقلله شويه اخليه 2 مثلا اهو. وده برضو ايه، ده 3، فممكن اخليه 2 برضو اهو. فخليتهم الاثنين الستروك بتاعهم زي بعض. واضحين عندكم ولا مش واضحين دول؟ الوزن بتاع الستروك، الثيكنس، السمك بتاع الستروك، لو زودت هنا بيزيد، لو قللت هنا بيقل. تمام. طيب نخش على الاداه اللي بعد كده. هنا الريكتانجل قلنا البولر. بعد كده هنا المربع والمستطيل والدايره والبوليجون والستار والحاجات دي كلها، اللي هي اشهر برضو اشكال بتترسم، اللي هي الاشكال الهندسيه. تمام. انا عندي الريكتانجل، اول حاجه اقدر ارسم ريكتانجل بالشكل ده. تمام. خلينا استخدم المايك عشان ايه، علاء بيقول فرحان بالمايك. معرفش الصوت بيفرق معاك ولا لا، بس ايه، مجرد كده. تمام. انا عندي الريكتانجل اهو، ده المستطيل بتاعي. طيب عندي بعد كده، ده اول حاجه المستطيل. خليني بس عايز انضف المكان ده ونبدا نرسم فيه تاني عشان يوضح معانا الايه، الحاجات اللي بنعملها. انا عندي اول حاجه ريكتانجل. ريكتانجل مستطيل، شكل مستطيل، ممكن اخليه سكوير يبقى مربع. لو انا رسمت بالمربع ده وانا ضاغط على الشيفت، بصوا كده شايفين الابعاد بتاعتي بتختلف ازاي، طول وعرض بيختلف.
لو انا دوست على الشيفت فبيكون متوازن كده، بيكون الريشيو بتاعته والابعاد بتاعته مظبوطه. ده اللي كنت بقول لكم عليه في موضوع السكيل، ان انا لو ضغطت على الشيفت بيخلي لي الابعاد متوازنه متساويه كده، الطول زي العرض. تمام. اهو كده عملت مربع، يبقى ده مستطيل وده مربع. اجي هنا في الريكتانجل او الراوند ريكتانجل اللي هو شكل الكيرفات بتاعتها دائريه. لو رسمت بالشكل ده كده اهو، عملت كيرف دائري كده اهو، كله دائري. ده البوردر ده دايما بيستخدموه في ديزاينات اليو اي واليو اكس، يقول لك ده البوردر. فانا ممكن يبقى عندي بوردر مثلا بالشكل ده كده، اللي هو بيبقى بوتون زرار، فبيبقى فيه دايما لما بقى فيه كيرفات كده بيكون شكله ايه، شكله جميل وشكله كويس كده. فممكن اعمل ريكتانجل يكون راوندد من هنا. طبعا انا لو عامل راوندد او عامل ريكتانجل عفوا بدون راوندد، يعني هو مش فيه انحناءات، انا ممكن اجي من هنا واعمل له انحناءات عادي اهو. هو بس الموضوع بيسهل عليا العمليه شويه، ان انا على طول اجيبه جاهز بالراوندد بتاعه. لكن انا ممكن اعمل مستطيل عادي يبقى ما فيهوش كيرفات، الزوايا بتاعته ما فيهاش كيرفات، وانا اللي اعمل لها الكيرفات من هنا. لو ضغطت هنا كده بعمل لها الكيرفات لحد ما اخليها دايره. يعني ممكن اخليها لحد دايره، لو انا عامل مربع ممكن اسحب دي كده لحد ما اخليها دايره كده. تمام كده، ممكن ارجع اسحبها كده تاني اهو. تمام. طيب نخش على بعد كده في الاليبس تول، الدايره. ان انا ممكن اعمل دايره برضه لو عايزها مستقيمه، القطر بتاعها مظبوط اهو. لو دوست على الشيفت هتبقى دايره مستقيمه كده. لو انا عايزها تبقى كده اهو بالشكل ده من غير ما اضغط شيفت. تمام. طيب اللي بعد الدايره في البوليجون، البوليجون تول اللي هو الشكل الايه اللي احنا بنسميه السداسي. تمام. ممكن اخليه سباعي او ثماني او اي اضلاع، عدد اضلاع. لو انا وانا برسم كده الشكل ده كده، لو انا زودت بالسهم يزود عدد الايه البوليجون. شايفين كل ده عمال بيزيد، بوليجون بوليجون عمال يزيد، ضلع ضلع ضلع. لو قللت تاني اهو، بضغط على السهم لحد ما يوصل لمثلث تاني، ازود اهو اهو اهو. تمام. ده اسمه البوليجون. ده برضو بيستخدم في ايه بعض الديزاينات او الاشكال مثلا اللي انا بعملها اهو بالشكل ده. تمام. ده البوليجون. طيب اللي بعد كده اداه الستار تول. ده طبعا ان انا بعمل نجمه. برضو وانا بعمل نجمه انا ممكن اخلي النجمه تبقى مستقيمه بالشكل ده. وطبعا في التحديث الجديد الكلام ده ممكن يكون مش موجود في الاصدارات القديمه، بس موجود في الاصدار الجديد، ان انا اقدر ازود عدد الستار بالسهم كده، او اقللهم بالسهم ده كده، او ازودهم بالشكل ده كده اهو. شايفين العدد بيزيد ازاي؟ دي مش موجوده في 24 تقريبا، يعني دي بادئه من اول 25. تمام. ممكن برضو اخلي القطر بتاع المثلث من جوه. شايفين القطر بتاع المثلث الداخلي ده؟ ممكن ازوده شويه، ممكن اقلله شويه اهو، اغير في الاشكال بتاعتي زي ما انا عايز. طيب في برضو حاجه تانية، ان انا ممكن اخلي الراس المثلث كيرفات. فلو سحبت دي كده اخليها اهي، اهي كيرفات كده. فممكن ارجع اغير اعمل شكل مختلف تماما، او ممكن ازود بقى شويه اهو، اعمل ورده. تمام. واخدين بالكم ازاي ده كله من الستار اهو؟ لو انا رسمت ستار تاني اهو، طبعا وانا بضغط على الستار كده قبل ما اسيب ايدي من على الماوس، ممكن اضغط على السهم ازود قلنا العدد، وممكن اضغط للسهم لتحت اقلل العدد، وممكن اضغط على الالت. لو ضغطت على الالت هيكبر معايا الشكل بالشكل ده كده. ولو دوست على الشيفت، تمام، دوست عفوا على الكنترول، يكبر معايا الرأس المثلث، يثبت النقطة بتاعت القطر اللي جوه ده، ويكبر لي رأس المثلث ده من الكنترول. تمام. لو سبت ايدي من على الماوس دلوقتي هيبقى بالشكل ده. تمام. لو جيت ارسم واحد تاني، خلينا نرسم مثلث تاني او نجمة ستار زي دي كده، هلاقيها بنفس الابعاد اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. لو انا عايز اقللها تاني اضغط كنترول واصغرها تاني اهو، رجعت عدلت المثلث تاني. تمام. اقدر برضه ازود العدد واقلل العدد زي ما انا عايز. بنشوف الاشكال ديت ممكن نستخدمها في ايه، في بروشور، في ديزاين مثلا، في اعلان معين، في حاجه بلاقي في حاجات ستار زي كده. تمام. طيب بعد الستار في فلير تول، بس دي بتستخدم ايه لما اكون عايز اعمل حاجه فيها زي انعكاس اضاءه كده، فلير اهو بالشكل ده. طبعا تبان اكتر لو الارضيه غامقه شويه.
تمام. الفلير ده برضو بيستخدم في حاجات معينه، ممكن برضو استخدمه في ديزاين على باك جراوند غامقه يظهر لي حاجه معينه. طبعا هنا اداه البرش، وهي اداه برضو مهمه جدا في الرسم، ان انا بقدر ارسم رسم حر بالبرش بالشكل ده. تمام. احنا عارفين برضو ايه زي البرش اللي موجوده في الالستريتور او في الفوتوشوب عفوا، بس هنا الموضوع ايه لذيذ اكتر، لان انا بستخدم هنا الايه، بستخدم هنا الرسم، يعني الرسم بيكون سلس اكتر واسهل اكتر من الفوتوشوب. تمام كده. حلو. طيب ما هنا برضو طبعا البرش بتختلف بقى، حجمها، الستروك بتاعها، مش عارف ايه، على حسب بقى انا هرسم ايه. تمام. فبشتغل بيها كده بشكل حر، وفي براشز مختلفة، ممكن انا اجيب البراشز نفسها واغير فيها زي ما انا عايز. طيب الاداة اللي بعد كده دي اداة عظيمة جدا وجميلة جدا في الالستريتور، بيديني فكرة ان انا ممكن اعمل اشكال حرة وهو يعملها لي يعني ممكن ارسم مثلث باضلاع كده رسم عادي، يعني ممكن اهو كده 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 هو يحدده لي كمثلث. ممكن انا ارسم دايره يحددها لي كدايره متداخله معايا. ممكن ارسم مربع رسم حر، ممكن اعمل ايه خط ما بينهم كده يدخلهم لي في بعضهم. تمام اهو كده دخلهم لي في بعضهم. تمام. شايفين التداخل اللي حصل ده؟ يبقى انا رسمت شكل تاني من الاداه دي. الاداه دي جميله جدا ولذيذه يعني. تمام اهو لو رسمت مربع زي كده او مستطيل زي كده هو بيعمله لي بالشكل ده. لو رسمت مثلث متداخل معاها اهو، عايز ادخل الاثنين دول في بعض فبعمل له كده اهو، دخلوا الاثنين في بعض كده اهو. اهو كده دخلوا في بعض. تمام. واضح معاكم ده؟ برضو الحاجات دي جربوها، يعني الحاجات اللي انا برسمها دي اهو كده كده مثلا اهو كده. انتوا جربوا بقى الحاجات دي، جربوا تعملوها. تمام. ويرسم خطوط برضو مستقيمه اهو اهو. كل ده بأداة الرسم دي. تمام. دي اسمها شيبر، رسام او شيبر بيعمل اشكال. طيب أداة الإريزر، طبعا زي الإريزر اللي موجودة في الإليستريتور في الفوتوشوب، بس هنا بتمسح فيكتور، بتمسح. لو أنا مسحت الجزء ده كده بصوا كده أهو، فمسح الفيكتور الجزء اللي هنا ده. لو أنا جيت على الشكل اللي أنا رسمته بالفرشة ده ومسحت كده أهو، أقدر أمسح برضو بالإريزر كده أهو، أو ممكن أمسح كل الحاجات اللي موجودة هنا أهو. بس أنا لو جيت مسحت شكل مش بمسح الشكل كله أهو، لا بمسح منه جزء كده أهو، وبيكمل لي هو الجزء ده. شايفين يعني أنا ممكن ارسم ايه، ممكن اجي على الجزء اللي فوق ده وامسحه وهو يكمله لي هو بالشكل ده. أنا بس هذه الأداة العلمية صعبة معي والله. اي اداه اللي صعبه؟ ممكن نشرح هذا الحين؟ الاريزر اللي انا بمسح بيها دي. أيوة بس شفت في الفوتوشوب مش معانا الأداة اللي بنمسح فيها، اه يعني نقدر نكبر ونصغر بالأداة، زي نضغط كليك يمين وعلى طول يطلع معنا. هذه ما عرفت كيف. هنا زي ما انا عاملها كده. أيوة. هنا أيوة. بحرف الدال بكبر وبحرف الجيم بصغر. اه انا ما قلتلكوش عليها في البرش كمان، يعني انا واقف على البرش كده وبرسم كده، عايز اكبر البرش بتاعتي شويه بضغط على حرف الدال اهو يكبر معاك. اضغط على حرف الجيم يصغر معاك كده. حرف الجيم تاني يصغر خالص اهو. شايفين الستروك، السمك بتاع الستروك بيكبر وبيصغر من حرف الدال ومن حرف الجيم. دال في الكيبورد والجيم في الكيبورد اهو. الدال اهو اكبر الشكل اهو، بقت البرش معايا كبيره خالص اهي، والجيم يصغرها لي خالص. تمام. ده اللي بتسالي عليه يا جهاد. نفس تمام. عندك مشكله معينا كويس ولا لا؟ لان انت عندك مشكله كبيره في الشبكه. طيب بص، دلوقتي انا عايز اكبر او اصغر، بضغط على حرف الدال بتكبر معايا البرش بالشكل ده. عايز اصغر. طيب هو في مشكله في الشبكه عندك يا جهاد، ظبطيها. انا دلوقتي عايز اصغر بصغر كده
بالشكل ده. تمام. طبعا تمام، أسمعكم تمام. بس ما أدري كيف لما أفتح المايك أو كذا، ما أدري يتلخبط الشبكة أو كيف. ايوه هي كده خلاص استقرت اهي، كده الصوت بقى تمام. طيب انا دلوقتي عايز امسح بقى حاجه من الفرشه بالاريزر اهو، بعمل كده يمسح معايا. لو عايز اصغر المسح خالص اصغر بالجيم اهو، بقى انا بمسح جزء بسيط كده اهو، بيكمل لي هو النقط اللي ايه اللي انا مسحتها دي اهو. شايفين الفكره اهو. يمسح انكور بوينت اهي اهو، ويسيب الباقي اهو، ويسيب الباقي. ما رضت معي باشمهندس، ما رضت إني تكبر أو تصغر الفرشة لما ضغط حرف الدال وحرف الجيم. اتاكدي ان انت مش عامله كابس لوك. صح، مسوية كبسة لوك. اه الغي الكابس لوك وكبري وصغري، هيكبر معاكي ويظهر معاكي عادي. ظبطت معاكي؟ ظبطت معاكي يا جهاد؟ أيوة أيوة تمام الحين. تمام حلو قوي. الاريزر برضو نفس الكلام اهو، اقدر اكبرها اصغرها زي ما انا عايز. حلو كده. طيب نخش على بعد كده الاداه الروتيت، الاداه بقى الجميله جدا اللي بيها برضو فيها اكتر من حاجه. في حاجه اسمها الريفلكت، ان انا بعمل انعكاس للاليمنت اللي معايا، او ان انا بعمل روتيت للعنصر اللي معايا ده، اعمل له روتيت اخليه اغيره اعكسه. تمام، او الفه يعني معايا. في هنا الروتيت تول والريفلكت تول. طيب انا عايز اعمل روتيت مثلا، وليكن انا عامل نجمه، خلينا نرسم النجمه اللي كنا رسمينها من شويه. تمام، واضغط بالشيفت كده بس عشان اظبطها. وعايز اعمل لها دوران، خلينا برضو نعملها فيل اهو، بقت بالشكل ده. وعايز الفها شويه. حلو. انا وانا واقف عليها كده، لو جيت على اداه الروتيت ديت اهي، تمام، وضغطت عليها ضغطه واحده اقدر الف النجمه معاك. شايفين الروتيت ده اللي بيحصل؟ بس هو هنا مركز الالتفاف بتاعي بيكون في الكرسل اللي في النص دي اسمها الكرسل اللي في النص دي. لو انا لفيت كده اهو، طول ما انا مستخدم الروتيت بقدر الف الشكل بالشكل ده. طيب لو اخترت الريفلكت، خلينا نختار الريفلكت، وجيت سحبت كده، بيعكس لي الايه اهو، بيعكس لي الشكل. طبعا لو انا عايز اعمل ريفلكت مثلا من نقطه مختلفه، خلينا مثلا اعمل ريفلكت من هنا. انا اخترت الكرسل تبقى هنا، لو ضغطت هنا اهو كده العمل الانعكاس من فوق لتحت. يعني خلالي اهو لو انا ضغطت تاني كده اهو بصوا، بيعمل لي انعكاس من هنا لهنا. لو ضغطت تاني هنا وضغطت عليها اهو عمل لي الانعكاس لفوق. يعني هو بيعكس لي الشكل بتاعي، الشيب بتاعي على حسب الكرسل اللي انا حاططها فين. لو انا عايز الكرسل دي تبقى هنا مثلا في الحته دي اهي، خليتها هنا وضغطت كده في اي مكان يعكس لي من الكرسل اللي انا حطيتها له اهو. لو انا حطيتها هنا وعايز اعكسه الناحيه دي اهو، بضغط كده او انا بضغط عليها تاني كده اهو، الكرسل موجوده هنا. لو انا عايز اعكسه الناحيه دي اهو بضغط كده الناحيه دي. تمام. لو انا عايز اشوف الكلام ده بشكل ادق، يعني لو انا عندي مثلا النجمه دي كده وضغطت على دي دبل كليك، فبيجيب لي هنا انت عايزها تتعكس فين. يعني عايزها تتعكس هوريزونتال تبقى رأسي او افقي، ولا عايزها فيرتيكال رأسي. فانا بختار لو هوريزونتال بيعكسها لي هوريزونتال، لو عايزها فيرتيكال بيعكسها لي ريفلكت، يعني انعكاس، يعني انا عندي حاجه معكوسه في حاجه تانية. زي ما احنا بنشوف مثلا في الفوتوشوب كده، لما اجي اعمل انعكاس للعنصر، عايز اعمل له خيال او ظل تحت، فبعمل له ريفلكت عشان اعمل له انعكاس تحت. فده برضو نفس الكلام هنا، الريفلكت ان انا اعكس العنصر. ممكن اختار ان هو يبقى هوريزونتال افقي، او اختار فيرتيكال. ممكن اختار نسبه الانعكاس دي قد ايه كمان، وممكن اختار منه يبقى هو نفسه ينعكس او ينعكس منه كوبي نسخه جديده. لو ضغطت وانا مختار فيرتيكال كده، ضغطت على كوبي فعمل لي انعكاس منه فيرتيكال، تمام، افقي اهو. لو انا عايز برضو نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شويه، لو انا عايز اخلي الانعكاس ده
يبقى على نقطه معينه انا اللي بحط النقطه دي في المكان ده. يعني انا مثلا عايز اخلي الانعكاس ده، عايز اعمل النجمه دي تحت، فهضغط على الريفلكت واختار ان الكيرسل دي تكون في الجزء اللي تحت ده. تمام. وهضغط تحت، وعملها لي كده ايه، واضغط هنا تحت، اختارها هنا خلاص، واضغط تحت كده. هو طبعا عشان واخد في الاعدادات، نرجع للاعدادات، لازم تكون مثلا عايزها هوريزونتال، تكون افقي، او خليها فيرتيكال زي ما كان. طبعا هغير مكان الكرسل اهو، واضغط عليها تاني. لما اضغط هنا اضغط على الالت واضغط عليها. يعني انا قبل ما اعملها بصوا كده تاني، انا عندي النجمه دي، هضغط على الانعكاس ده وهضغط بالالت واضغط هنا. فانا كده اخترت انها تبقى فيرتيكال فعكسها لي فيرتيكال. تمام. لو اخترتها هوريزونتال تنزل لي تحت، بس اقول له خليها لي كوبي، يعني نسخه منها. لما اضغط كوبي خلاص بيحتفظ لي باللي فوق وبينزل لي واحده تانيه تحت. نفس الكلام لو عايز اخلي دي، تمام، اخلي النقطه دي تروح الناحيه دي، هضغط برضو على الانعكاس، واختار الكيرسل دي، الكيرسل دي اغير مكانها اخليها في النص هنا ما بينهم خلاص، وهضغط عليها. يعني المفروض اضغط الت وانا بضغط عليها. خلينا نعملها تاني. وانا واقف على النجمه دي بضغط على الانعكاس الريفلكت، وبضغط الت واضغط الكرسل في المكان اللي انا عايزها تنعكس منه. طبعا هو بيجيبها لي كده على طول لتحت، لا انا عايز اقول له هي فيرتيكال، خليها لي فيرتيكال، وخلي لي منها نسخه بدل ما انت تعكسها هي نفسها، لا اعمل لي منها كوبي فيجي لي بالشكل ده. تمام. كل الكلام ده برضه هنبقى نشرحه تاني باستفاضه اكتر، بس احنا بناخد فكره عن الادوات. يعني دي الريفلكت، ده الانعكاس، الروتيت لو انا عايز اعمل دوران لحاجه معينه. لا مثلا هنشوف الكلام ده بشكل عملي اكتر لما يكون عندي مثلا دايره، تمام، او عندي نجمه بالشكل ده، وانا عايز اعمل منها، اكرر منها بالشكل ده كذا دايره يبقوا على نفس الدوران. هنمسح ده. النجمه الجميله دي انا عايز اخليها ايه، دايره كده تتكرر وتتدور، يعني تلف الروتيت كده حوالين نقطه في النص مثلا. فانا لو انا مختارها كده اجي اختار على روتيت، اختار روتيت، والكرسل اللي بقى في النص ده اللي بقى في نص النجمه نفسها، لا انا اخليه فين، اخليه تحت هنا. فهضغط الت واضغط هنا، فكده اداني نسبه معينه سالب 63. انا ممكن اخلي ديت 45 مثلا، هيعكسها لي، او سالب 45، سالب 45. انا كده عكس لي سالب 45، او عمل لي دوران بزاويه 45 بس بالسالب من ناحيتي. واقول له اعملها لي كوبي فيحتفظ لي باللي فوق ويعمل لي منها نسخه تانيه. لو انا ضغطت على كنترول ودي، والاختصار ده برضه هنحتاجه كتير بعد كده واحنا شغالين، كنترول ودي كنترول ودي كنترول ودي، فبيكرر لي نفس العمليه بنفس التكرار. ورجع لاخر نقطه حط منها نسخه تاني. تمام. هنمسح اخر واحده. فكده عمل لي دوران. مش بنشوف الاشكال دي مثلا ساعات في لوجوهات او في شعارات لانديه او مش عارف ايه، نلاقي النجوم دي كده بالشكل ده، او بنشوفها في تصاميم معينه بنلاقي نفس الحاجه دي، واحنا بنبقى محتارين المصمم عملها ازاي، مفكرين ان هو بذل مجهود كبير عشان يرسم كل شويه يرسم نجمه. لو انا قعدت اعملها مانيوال الموضوع مش هيطلع بالدقه دي. فانا هنا مثلا خلينا نرسم دايره، نرسم دايره مثلا في الجزء ده، ونخليها بلون تاني مثلا. عايزين برضو نكرر النقطة دي تلف كده معانا. فأنا لو اخترتها وقفت عليها كده وقلت له برضو روتيت، اعمل لي دوران، بس مش هضغط دبل كليك بقى، اضغط ضغطة واحدة، ضغطة واحدة كده عليها، واجي في النص ابقى عارف النص بتاعي فين. يعني ممكن ارسم بس دايرة وهمية كده، وهضغط الت في النص كده، فهو جاب لي فعلا سالب 45. فاقول له كوبي، انسخها كوبي، اضغط اوكي، واعمل كنترول ودي. كنترول ودي بيكرر لي اي عمليه انا عملتها، بيكرر لي العمليه دي تاني، نفس العمليه. فانا عملت نسخه منها، عملت روتيت ونسخه منها، فهعمل برضو كنترول دي كنترول دي كنترول دي تلف لي بالشكل ده. فانا كده قدرت اعمل ايه، قدرت اعمل نقط تاني برضو روتيت بالشكل ده. وممكن الى ما لا نهايه بقى اقعد ارسم اشكال. يعني ممكن مثلا ارسم اليبس تول كده، وانا الاليبس تول دي عايز اخليها برضو تلف حوالين ايه، النقطه بتاعت المركز دي. فهاجي على اداه الروتيت وهضغط بالالت في الجزء ده، فهيجي لي كده اقول له اوكي كوبي، كنترول ودي دي اهو، عملت شكل بالشكل ده كده. ممكن اخليه ايه،
بدل ما هو فيل مثلا يبقى ستروك. يبقى انا رسمت الشكل ده. هنعرف بقى الادوات التانية اللي تساعدنا ان احنا نطلع اشكال جديده من الشكل ده. تمام. فدي كده اداه الروتيت واداه الايه الريفلكت. انتوا معايا ولا ايه؟ كان معاك معاك يا هندسة. باشمهندس معاك. حلو أوي. تمام مع حضرتك. لو لقيتوا بداتوا تحسوا ان الموضوع بقى يعني صعب قولوا لي خلاص ايه نكتفي. طيب نخش على السكيل. لو انا عايز اكبر حاجه او اصغر حاجه بضغط على اداه السكيل. الاختصار بتاعها في الكيبورد حرف الاس. لو انا عايز اصغر عنصر او اكبر عنصر بضغط على الاداه دي، وباجي على العنصر ده واكبره واصغره على حسب ما انا عايز. انا وقفت على العنصر ده واضغط على اداه السكيل. لو انا ضغطت بالماوس في اي مكان هنا بيكبر معايا وبيصغر معايا. بس خلي بالكم بيكبر معايا منين؟ من النقطه اللي في النص، من الكرسل اللي في النص. لو انا دوست على الشيفت، لازم ادوس على الشيفت عشان يطلع معايا على خط مستقيم، ما يكبرش ويصغر بشكل عشوائي. لو انا شلت ايدي من على الشيفت هيكبر ويصغر بشكل عشوائي كده ويتمط معايا بالشكل ده. لو دوست على الشيفت لا بيظبط معايا. طيب انا دلوقتي بعد ما كبرت وصغرت، لا انا ما كنتش عايز اكبر واصغر من النقطه اللي في النص، انا عايز اكبر واصغر من الجنب هنا. فبدوس بس في اي مكان واكبر واصغر زي ما انا عايز اهو. بيكبر معايا من النقطه اللي انا وقفته عليها، زي برضو الروتيت وزي الايه الريفلكت. تمام. الكرسل ده الاداه الكرسل دي او النقطه بتاع الكرسل دي هي دي النقطه المركزيه بتاعت العنصر اللي انا بشتغل عليه، سواء بعمل له روتيت او بعمل له ريفلكت او روتيت او ريفلكت او زي ما احنا عملنا دلوقتي. تمام. طيب حابين نكمل ولا نكتفي لحد الاداه ديت، لحد السكيل؟ لا خلصنا عادي الأدوات ممكن بقى نكمل. النهاردة. خلينا ايه. ممكن نكمل عادي. طيب خلاص. عايزين نخلص الأدوات دي النهاردة بقى. عايز تخلص الادوات دي؟ طيب مفيش مشكله نخلصها النهارده، بس هي الفكره كلها انا مش عايز احمل عليكم الادوات دي كلها عشان ما يبقاش الموضوع يعني اللي عارف منكم الادوات دي ممكن يكون يمل من الموضوع. بس اللي مش عارف لا، ممكن كميه الادوات دي كلها لما انا اشرحها كده يحس انها ايه، لا ده انا كده هتهت ايه الادوات دي كلها. وده اللي بيخوف ناس كتير من الاستليتور. هي الفكرة اللي في العملي بعد كده هتكون أفضل في المعرفة عن كده كمان يعني. طيب ماشي خلاص احنا هنقولها برضو عشان برضو الهدف من معرفه الادوات دي بس ان احنا نبقى عارفينها، عشان وانا شغال بيها تبقى انتوا عارفين انا بتكلم على ايه. فانا هنقولها بشكل سريع دلوقتي. حلو. خلص اليوم من الأدوات يعني عشان نبدأ بالعملي بالتطبيق المحاضرة الجاية. يعني أنا قصدي نخلص اليوم الأدوات. حاضر خلينا نكمل الادوات. ماشي نخش على الويدث تول. الويدث تول دي هي الاداه اللي انا بقدر اكبر واصغر بيها العنصر من اتجاه معين او من مكان معين من نقطه معينه. فانا لو عندي دايره مثلا زي دي كده بالشكل ده، تمام، والدايره دي واخده ستروك، فانا عايز اكبرها من مكان واصغرها من مكان. فبستخدم اداه الويدث تول. الويدث تول دي بتكبر لي المكان من هنا كده وتصغر لي المكان ده من هنا كده. لو عايز اصغر، عايز اكبر نقطه تانيه واكبرها بالشكل ده. عايز اصغر نقطه تانيه اهو، او اكبرها كده شويه اهو. ممكن اعمل اشكال جماليه بالايه باداه الويدث تول دي. طيب اداه الفري ترانسفورم دي اداه اللي انا بقدر اعمل تحرير او ترانسفورم للعنصر بشكل حر، زي الفري ترانسفورم اللي موجوده في الفوتوشوب. فانا مثلا عندي الشكل ده عامل كده، ممكن احدده اخليه ايه اغير اتجاهه بشكل معين. ممكن اسحبه من هنا كده اخليه بالشكل ده، اخليه بالشكل ده. طبعا بتظهر في حاجات معينه، في حاجات معينه بتبقى مناسبه جدا فيها الفري ترانسفورم، زي مثلا الكتابه. لو انا عندي تكست وعايز اخليه يبقى بميل كده، عارفين انتوا البرسبكتيف كده، لما بغير البرسبكتيف واخلي الكتابه بتاعتي تبقى بشكل مثلا مايل كده، فاداه الفري ترانسفورم تنفع كويس جدا في الحاجات دي. طيب اداه الشيب بيلدر، ودي اداه جميله جدا برضو من الادوات العظيمه جدا في الاستريتور، ان انا بقدر ادمج اشكال في بعضها لو يعني. سمحت يا هندسة، بس الويبس فيها كام أداة تانيين ممكن بس تشرحهم على السريع؟ ماشي اوكي. في اداه الورب تول. لو انا عايز مثلا لو عندي شكل زي ده كده وعايز اعمل له وورب، فلو انا دخلت على الورب تول كده اقدر اضغط هنا وارجع بده شويه كده. اقدر اعمل حاجات ايه اشكال حره زي دي كده. تمام اهو. اطلع بدي كده اخش بدي كده. دي اداه الورب تول. اداه التواير تول لو انا عايز اعمل شكل زي ده كده يلف حوالين نفسه بالشكل ده اهو، فيديني اشكال حره بالشكل ده كده. تمام.
في اداه البوكر تول برضو، لو انا عندي شكل زي كده بدمج نقط معينه بالشكل ده. ده ينفع برضو كويس جدا في الايه، في ادوات او في الرسم في الالستريشن. لو انا برسم حاجه معينه، البوليت تول برضو يقدر يعمل لي ايه جزء بالشكل ده كده اهو. طبعا انا عشان واقفين على ده فبنكمل على ده. فبيقدر يديني برضو ايه اشكال كده بوليت تول. تمام. سكيلوب تول، لو انا برضو عندي شكل، خلينا نمسك بقى شكل تاني اهو. عندي شكل زي ده وعايز اخلي فيه ايه، نضغط على السكيلوب تول اهو. يبقى ايه، يبقى بيخش كده على نقطة معينة يعمل منها تداخل او يدخل من جزء معين، زي الشكل اللي هو عامله لي هنا كده سكالوب تول. هنا اللي هي عكسها بالظبط، لو انا برضو عندي نجمة زي دي كده، خلينا نشوف النجمة اللي تحت دي ونستخدم الأداة دي. لو انا جيت طلعت كده فبيطلع ايه، بيطلع معايا كده اشكال لبره كده بالشكل ده. تمام اهو. انتوا اي اداه من دول انتوا ممكن تجربوها وتشوفوا الحاجات اللي بيديها لك. تمام. الحاجات اللي بيديها لكم يديكوا حاجات كتير، اشكال كتير مختلفه، وتعملوا بيها لوحات فنيه جميله. تمام. في ايه تاني برضو ممكن نشوفه؟ في هنا الرانك تول برضو، لو انا عايز اعمل حاجه زي كده اهو. تمام. كل واحده من دول انتوا ممكن تفتحوا وتجربوها وتشوفوا هيديكوا ايه اشكال. يعني ده مثلا عشان نجمه، ممكن بقى نعمل مربع او نعمل دايره. المربع اللي فوق ده مثلا او المستطيل ده ممكن اضغط انا على الاداه دي واجرب اعمل كده اهو. يديني حاجات ايه، بنشوف احنا مثلا فرش او حاجات بنبقى جايبينها جاهزه عشان نعمل حاجه زي كده. فهنا بيديها لي برضو البرنامج معايا الالستريتور مميز جدا في الحاجات دي. مثلا عندي دايره زي دي كده وفل برضو ممكن استخدم مثلا السكالوب تول. خلينا نعملها فل الاول اهي. السكالوب تول بس خلينا نكبرها شويه. لو ضغطت على السكالوب تول دي اهو يدخل معايا بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده. فممكن اعمل اشكال كده غريبه، اشكال عجيبه من الادوات دي. تمام. طيب زي ما قلت لكم كده معظم الادوات دي مش هنستخدمها باستمرار يعني. يعني في حاجات مش هي اللي هيبقى عليها استخدام كتير يعني. طيب اداه الشيب بيلدر دي من الادوات المهمه جدا اللي بنستخدمها بشكل كبير جدا في الرسومات بتاعه في رسم اللوجوهات. تمام. لو انا عايز اجمع شكل معين، عايز ادمج عناصر ببعضها، طلع لي شكل جديد. يعني مثلا زي الشكل اللي احنا رسمناه من شويه هنا، وانا عايز ادمج العناصر اللي جوه دي، مدياني شكل الورده دي. تمام. اللي هو الجزء ده، وامسح منها الجزء اللي بره. فاعمل ده ازاي؟ لو انا محدد ده كده واستخدمت اداه الشيب بيلدر، تمام، ضغطت على اداه الشيب بيلدر، اقدر اقول له من هنا انا عايزك تدمج لي الاشكال اللي جوه دي مع بعضها. فبمشي عليهم كده مع بعض اهو اهو كده كده. تمام. كده خلاص انا كده ايه، حددت الجزء اللي جوه ده كده مع بعض. طالما انا مشيت عليهم مع بعض كده خلاص اندمجوا مع بعض. هيندمجوا بالشكل ده. في جزء اهو ما اندمجش اهو، هدمجه بالشكل ده. نرجع كنترول زد عشان في شكل اندمج ما كناش عايزينه او الشكل ده اصلا عايز يندمج. تمام. فانا كده عملت الشكل اللي جوه ده بقى شكل جديد، شكل لوحده اهو. ممكن اقدر الونه بشكل تاني، يعني ممكن اديله اللون ده الاحمر مثلا ده. طبعا ابقى اكون واقف عليه هو لوحده، اديله اللون الاحمر ده مثلا. فانا قدرت ان انا اعمل شكل لوحده دمجته من الاشكال اللي كانت جنب بعضها دي. طيب لو انا عايز احذف منهم الشكل الخارجي، يعني انا رسمت رسمه زي كده بس انا عايز اختار الرسمه اللي جوه دي واشيل بقيه الاشكال دي، اقدر برضو بنفس الاداه الشيب بيلدر امسح كل اللي بره ده بان انا ادوس على الالت. يعني لو ضغطت على الالت وسحبت كده، كده مسحت. يعني الاولانيه انا كنت بدوس من غير الت، فكنت بدمج اشكال في بعضها. دلوقتي لا، انا عملت الت فده مسحت اللي بره. يعني انا لو دوست على الالت بمسح النقط اللي انا مش محتاجها بقيه الشيب اللي انا مش محتاجه. تمام. فاداه الشيب بيلدر دي اداه جميله جدا وهتبقى ليها استخدام كتير جدا في رسم اللوجوهات تحديدا، وفي رسم اشكال كتير. ان انا بقدر ادمج عناصر مع بعضها. وهنشوف الشبيه ليها في لما نيجي هنا الادوات دي. الباث فيندر، لو انا بعمل يونت بوحد اشكال مع بعضها
او ان انا بعمل ديفايد، بقسم اشكال من بعضها زي ما احنا قسمنا هنا وشلناه من الجزء اللي بره. طيب الاداه اللي بعد كده، ودي برضو مش هيبقى ليها استخدام كتير، دي اداه الايه؟ الجريد. ان انا بعمل حاجه، بعمل جريد كده اللي هو 3 دي، ان انا بقدر احط العناصر بتاعتي على الجريد ده. لو انا بعمل شغل 3 دي وعايز اعمل حاجه بمنظور معين او ببرسبكتيف معين، فبقدر استخدم الاداه دي. تمام. لو عايز الغيها، لو ضغطت عليها بالغلط وعايز الغيها، بضغط على علامه الاكس دي، وانا واقف عليها كده بضغط على علامه الاكس اللي فوق هنا اهو. تمام. دي مش هيبقى ليها استخدام كتير، بس لو حد هيعمل حاجه 3 دي وعايز يعمل حاجه بمنظور ثابت كده، منظور 3 دي، فيقدر يستخدمها. طيب أداة المش تول، ودي أداة جميلة جدا برضو، إن أنا بقدر أعمل شكل مثلا، أخليه، خلينا وليكن ناخد الشكل ده كده، وعايز أخلي الشكل ده يبقى واخد جريدينت كده. عارفين أنتوا فكرة المش تول إنها بيبقى مديني أكتر من نقطة، أكتر من بوينت كده، أديها لون مختلف. هنشوف دلوقتي بشكل عام. لو أنا وقفت هنا على المش تول وضغطت على النقطة اللي هنا دي كده، وغيرت اللون بتاعها، مثلا خليته بدل ما هو اللون الأحمر ده كده، ممكن أخليه لون أحمر فاتح كده، فيديني الدرجة دي. عايز ازود نقطه هنا، ممكن ازود نقطه هنا. عايز ازود نقطه هنا، بزود نقطه هنا. عايز اغير لون النقطه دي، فبضغط على دي واقول له لا، خليها لي مثلا لون غامق شويه اهو، بالشكل ده. لو النقطه دي مش مظبوطه معايا، ممكن ابعد النقطه دي شويه، وابعد النقطه دي شويه، وابعد النقطه دي شويه. تمام. فدي حاجه اسمها الميش تول، اللي هو بيدي الوان زي الايه، الظل والنور كده، والظل الظل والنور، يعني يدي اضاءه وانعكاسات كده، خلي العنصر برضه اكنه 3 دي. تمام. فانا ممكن احرك الحاجات دي واغير فيها. بنشوف مثلا الموضوع دوت في ناس بتعمله في موضوع رسم الفواكه. ممكن ارسم فاكهه، تفاح مثلا او فاكهه كده، تلاقي الفاكهه تحس انها واقعيه من كتر الظل والنور والاضاءه والحاجات دي، يديك احساس انها حقيقيه قدامك، حاجه 3 دي. تمام. فده بنستخدمه في اداه الميش تول. طبعا اداه الجريدينت وهي زيها زي اداه الجريدينت اللي موجوده في الفوتوشوب. فانا مثلا عندي عنصر زي ده، ممكن اديله الجريدينت واقول له برضو ايه، الالوان بتاعتي تبقى جريدينت مثلا ابيض واسود، او انا اغير بقى في الالوان بتاعتي، اخلي الابيض ده مثلا يكون لون احمر كده، واخلي الاسود ده لون تاني. طبعا عارفين اداه الجريدينت، مش محتاجه تفاصيل كتير. تمام. بعد كده في أداة عظيمة جدا، أو إضافة جديدة جدا، إضافة جديدة في البرنامج الاستريتور، إن أنا بقدر أعرف أبعاد الرسم بتاعي. ده برضه بنستخدمها بشكل أكبر في تصميم العبوات. لما يكون عندي عبوة بوكس مثلا، فمحتاج أعرف العرض بتاعه والطول بتاعه، فممكن من خلال أداة الدايمنشن دي بتاع الأبعاد، أعرف هنا عرض الريكتانجل ده قد إيه، فبسحب كده، عرفت ان هو 60 سم. ده برضو عايز اعرف هو كده ارتفاعه كام، لقيته 26 سم. عايز اعرف الزاويه دي نفسها كام، فبختار الزاويه. شايفين علامه الزاويه دي؟ اقول له بقى الزاويه تبقى كام. قول لي الزاويه كام. الزاويه دي هو مش عايز يجيب الزاويه دي، مش معترف بدي زاويه يمكن. ماشي، هو عايز زاويه حتى يعني. طيب انا برضو عايز اعرف من هنا الكيرف او الدايره دي قد ايه. اهو يجيب لي هنا مثلا، يقول لي دي انها 5 و99 مللي. يعني انت عندك الكيرف ده 5 و99 مللي، واحنا بنكريته ممكن كنا نشوف برضو مقاسه كام بالظبط، هيطلع برضو نفس الرقم ده. تمام. لو هي بقى زاويه حاده، هنعرف بقى نقيس بيها الزاويه. لو هي دايره معانا، هنعرف القطر بتاعها. لو انا مثلا عايز اشوف الدايره دي، فاقدر اشوف الدايره دي قطرها قد ايه. اهو 17 سم. تمام. فدي اداه كويسه جدا، ضافوها من اول 2024. تمام. من اول تحديث اللي هو بتاع 2024 ده، ضافوا اداه الدايمنشن دي، ان احنا نستفيد بيها في معرفه الابعاد. اللي هيصمم منكم تصميمات باكجينج هيعرف الكلام ده، او هيستخدم الكلام ده. تمام. هنا بقى اداه الكالر بيكر، طبعا معروفه ان انا عايز اعرف اخد مثلا لون معين، فانا بقدر اخد اهو، خدت نفس اللون من هنا. لو انا عايز اعمل العكس بقى، انا اخلي اللون ده، الجزء ده خلينا نقفل ده،
انا عايز اخد العنصر ده يبقى هو نفس الالوان دي، لو ضغطت على الالت ودوست عليه هيتعكس، فيخلي لي ده هو اللي زي ده. لو ضغطت على الالت ودوست هنا يعكس لي اهو الت، وانا دايس الت بيعكس لي لكن لو انا ما دوستش الت ودوست على دي كده فهياخد دي هيخليها هي اللي زي اللون ده. لو انا ضغطت من غير الت اهو، ضغطت كده فعكس لي دي هي اللي مكان دي. تمام. لكن لما بدوس الت بيعكس لي الايه الالوان، يبقى انا باخد من الجديد للقديم. لو من غير الت باخد من القديم للجديد. تمام كده. اداه البلند اوبشن دي او البلند دي، البلند مش بلند اوبشن، بلند ان انا بقدر ادمج برضو عناصر مع بعضها. يعني مثلا عندي العنصر ده مع العنصر مع النجمه اللي تحت دي مثلا، خلينا ناخد منها نسخه هنا ونحطها كده. عايز اخلي في بلند ما بين العنصرين دول. يعني ايه بلند؟ يعني بيخلي لي في دمج ما بين العنصرين بحيث ان هم يكملوا بعض او يتلاقوا مع بعض في نقطة معينة، يبقى هم بيتحول من نجمة لشكل بوليجون، شكل سداسي. فبعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا بمسك النقطة دي كده وبضغط على علامة البلند دي، أداة البلند، واقول له ايه، حول لي دي لدي. فعمل ايه؟ شايفين اللي حصل هنا، الزوايا او المثلثات ديت اختلفت شويه، لان هو رايح على ناحيه السداسي. لو احنا زودنا العدد ده في البلند ده شويه، لو ضغطنا دبل كليك كده وجينا هنا شايفين او العنصر هنا هو عنصر واحد بس، لو اخترنا هنا سبيسيفايد ستيبس، يعني اعمل لي تحديد لعدد النقط او عدد الخطوات ما بين العنصرين، فانا هقول له هنا كررها لي بعدد مثلا 100. فلو كتبت 100 وقلت له اوكي او بريفيو، بص البريفيو حصل ايه من نجمه للشكل السداسي ده. تمام. لو خليتها 500 فهيبقى عدد الستبس دي او عدد التكرار او الخطوات اللي ما بينهم تبقى عدد كبير جدا، وده بيدي شكل كويس جدا. لو انا جيت هنا مسكت العنصر ده كده، العنصر ده لوحده، وحركته كده هنا، فلاقي الموضوع ايه، اختلف معايا بالشكل ده. لو جيت مسكت العنصر الاولاني ده وحركته هنا الناحيه دي مثلا اهو. تمام. فاهمين فكره البلند؟ وممكن اصغر العنصر ده لو دوست على الشيفت كده اهو. حلو كده. تمام. وممكن اغير اللون ده، ممكن اخليه مثلا اللون ده مثلا الاصفر او اخضر او ازرق ايا كان. حلو. وممكن اخد منه نسخه، شايفين الشكل ده عشان يبان معايا، ممكن اخد منه كنترول سي وكنترول اف واخد منه نسخه بيضاء مثلا، او اخليها بقى طبعا ممكن تبقى اللون التاني ده، الكالر بيكر، اخد اللون ده. فانا قدرت ايه اخلي الشكل ده الشكل اللذيذ ده. طبعا انا اخدت منه نسخه عشان هو ايه اهو، واخد منه نسخه، فعملت نفس الامر ما بينهم برضه. حلو كده. طيب نخش بقى على الاداه اللي بعد كده، وهي اداه السمبلر ديت. لو انا عندي مثلا سمبلر، في حاجه هنا اسمها سمبلر او السامبل دي. فين السامبل؟ شايفين السامبلز دي؟ لو انا عندي، لو اخترت مثلا النقط دي اللي هي بتاعت الجريم دي او الفيكتور جريم، لو اخترت اداه السيبرال دي، لو ضغطت بقى في اي مكان كده بيحصل ايه؟ بيجي لي النقط دي. طيب لو اخترت التانية دي وضغطت في اي مكان كده اهو، بيعملها لي اهو. طيب لو ضغطت واخترت مثلا الورود دي اهو، لو ضغطت كده بيحدد، بيديني بقى كذا وردة كده بالشكل ده. تمام. طيب الكلام ده ممكن احط انا شكل معين واعمله. طيب خلينا نرجع كده كنترول زد ونمسح الحاجات دي. دلوقتي لو انا اخدت الشكل ده، شايفين الشكل اللي احنا رسمناه اللي هو النجوم الدوائر دي، لو خدت دول كلهم كده مع بعض وخدتهم حطيتهم جوه السيمبل دي، جوه السامبل دي، واقول له اوكي خليها هنا اسميها اسم، لو انا عايز اسميها اسم واخلي اقول له اوكي. لو انا بقى عايز ارسم الحاجات دي على شكل معين بتكرار مثلا بعدد معين بالتكرار كده، فاقدر برضه استخدم نفس الاداه اللي هي السمبلر ديت اهي، اللي هي فيها علامه فرشه كده. بصوا حتى المثال بيديني اهو، بيديني شكل كده ايه اعملها بيه.
اقدر برضو اختارها واضغط بيها كده اهو، وممكن ارسم بيها كده بشكل عشوائي كده اهو. تمام، وصلت لكم؟ طيب بعد كده ايه تاني؟ السامبل دي الكاركتر دي او اللي هي الشابتر ديت اللي هي الكولم جراف ديت، دي بتاعت الاشكال الهندسيه. لو انا عندي برضو اشكال هندسيه او بعمل انفوجرافيك او بعمل تحليل مثلا، تصميم فيه تحليلات او اناليسيس كده، حاجات فيها تحليل وكده، احصائيات وكلام من ده، اقدر اعملها برضو بالشكل ده. واقدر وانا برسمها كده احدد انا محتاج الاحصائيات تكون ايه. يعني انا معايا ارقام، فانا عايز اكتبها هنا في المكان ده عشان اطلع الارقام، النتيجه بتاعتي في الاخر تبقى الاحصائيات بتاعتي جايه بشكل ايه، رسم بياني كده. فانا ممكن اكتب مثلا هنا 20 مثلا، واكتب هنا واكتب في المربع اللي بعده 50 مثلا، واكتب في المربع اللي بعده 100 مثلا، واكتب هنا 150. اي ارقام ممكن اجي بقى في العمود الكولم اللي بعده او الرو اللي بعده، الصف اللي بعده، اكتب 25، 25 مثلا تاني، 75 مثلا، اي ارقام بقى، 24، اي ارقام كده. بعمل علامة صح في الاخر كده، بيجيب لي التحليل بالشكل ده. تمام، ده رسم بياني اقدر اعمله برضو بالايه، بالالستريتور على طول بشكل سريع. طيب اللي بعد كده، الاداه اللي بعد كده برضو جوه الحاجات ديت في اشكال كتير للاحصائيات، ده بيستخدمها اكتر اللي بيشتغل انفوجرافيك، اللي بيعمل تصميمات انفوجرافيك او حاجه فيها تحليل بياني او كده. ففي اشكال كتير للتحليل البياني. هنا في دي طبعا اداه الارت بورد اللي هو اللي احنا قلناها في الاول خالص، ان انا لما يكون عندي ارت بورد بقدر احدد مقاسها وابعادها بالشكل ده. ممكن اعملها بشكل عشوائي كده واعمل ارت بورد بشكل عشوائي، وممكن اقف عليها واختار من هنا حجم الارت بورد بتاعتي، ابعادها تكون ايه، الريشيو بتاعتها، الهايت بتاعها قد ايه والويدث بتاعها قد ايه. تمام، هنا الويدث بتاعها مثلا 127، لا ممكن اخليه 100 مثلا، 100 مللي. والهايت بتاعها يكون مثلا 50 مللي. فانا كده قدرت اعمل ايه، حاجه 100 في 50، عرضها 100 مللي في 50 مللي، يعني ليه 10 سم في 5 سم. تمام، ممكن اعمل ارت بورد تانية بالشكل ده، واجي برضو اعدل في المقاسات بتاعتها، الويدث بتاعها اخليه بدل ما هو 70 اخليه 90 مثلا، يبقى هي 90 مللي. والارتفاع بتاعها بدل ما هو 133 اخليه مثلا 125. يبقى انا كده حددت برضو الارت معلش عندي سؤال باشمهندس، بورد. هي بتفيدنا في إيه يعني الطريقة هذه في إيش بتفيدنا يعني الارت في بورد أي في أي أيوة في أي مجال يعني، مثلا الهوية البصرية، لوجو، بزنس كارد، في anything. الارت بورد هي اساس التصميم، هي دي مساحه العمل اللي انا بحط فيها التصميم. انا بعمل بيزنس كارد، فانا بشوف ابعاده كام فبحطه في المقاس. يعني انا مثلا عندي ده هنعرفه برضو واحنا بنشرح بعد كده. انا عندي كارت مقاسه 8 ونص ب 5 وربع، ده مقاس ستاندر معروف. مقاسه بيبقى 8 ونص سنتي عرض في 5 وربع سنتي ارتفاع. فالكارت ده لو انا عايز اعمله بنفس المقاس ده، هقف على الارت بورد دي واقول له انا عايزها 8 ونص يعني 85 ملي في 5 وربع يعني 52 ونص. وهنشرح الكلام ده بعد كده، 52 ونص. فانا كده بقى عندي مقاس الكارت الشخصي، ده مقاس الكارت الشخصي. لما اجي اعمل ديزاين لكارت شخصي اعمله بالمقاس ده. طب انا عايز اعمل ديزاين لظرف مثلا، انفولوب، ظرف اللي هو بيبقى الظرف اللي بيتحط فيه الورق يعني. فالظرف بيكون مقاسه كام؟ وده لسه هنشرحه قدام تاني. يعني احنا بناخد فكره سريعه عن الادوات، لكن احنا هنعرف بعد كده. لكن الارت بورد دي مهمه جدا، ده دي مساحه العمل. ارت بورد هي مساحه اللي بحط فيها التصميم، اللي بحط جواها التصميم. طب يا هندسة، هنحفظ ازاي بقى من المكان ده؟ مثلا عملت الكارت في نفس الليلة اللي احنا عاملينها دي، هنحفظ ده لوحده ازاي؟ كل ارت بورد لوحدها ازاي؟ عادي، ده اولا احنا برضو انت الكلام ده سابق لاوانه. واحنا شغالين اقدر احفظ الكلام ده في ملف واحد، يبقى فيه كل المقاسات، يبقى فيه البيزنس كارد والليتر هيد والبروشور والانفولوب والليتر، كل ده هنشرحه اصلا بشكل عملي، ان احنا بنعمل ملف واحد للبروجكت بتاعنا. واقدر احفظ كل ملف لوحده، كل ارت بورد لوحدها في ملف منفصل. واقدر اعمل اكسبورت لكل ملف لوحده بشكل منفصل. فاهم قصدي؟ فده كده كده هنشرحه، ما تقلقش. احنا هنعمل اكتر من ارت بورد، وهنعمل اكتر من ديزاين، هنشتغل على اكتر من مشروع.
فهنعرف ازاي نحفظ كل، لو عايزين نحفظ كل ارت بورد لوحدها في ملف، ولو عايزين نحفظهم كلهم في ملف واحد، ولو عايزين نخرجهم اكسبورت كده للصور، كل صورة تبقى لوحدها في ملف. فهنعمل ده وهنعمل ده وهنعمل ده. تمام يا علاء؟ تمام يا هندسة. تمام. طيب نخش بقى على بعد كده الارت بورد دي، هنشرحها تاني بالتفصيل. يعني انا زي ما قلت لكم كده، مثلا أنا عندي الانفلوب ده مقاسه بيكون 21 سنتي في ارتفاع 11. ف 21 سنتي دي بنسميها، بنكتبها احنا بالملي 210. والارتفاع بيكون 11، يعني 11 سنتي يعني 110. فده مقاس الظرف. تمام، ده مقاس الظرف اللي احنا هنعرفه برضو بعد كده واحنا شغالين. انا هديك كل مقاسات الطباعه. طبعا ايه لازم عشان ما ياخدش الحاجات دي معايا، لازم اشيل العلامه اللي كانت هنا دي ويجي معايا بره كده. تمام. فانا كده ده معايا كارت شخصي ومعايا ظرف، وممكن اعمل الورقه دي تبقى الليتر هيد، اللي هو ورق المراسلات، اللي هو بتبقى الخطابات او زي ما قلت لكم الورقه الاي 4 دي. فده بيبقى ورق المراسلات، فممكن اعملها 21 سنتي في 29.7. واضحه كده؟ فكل حاجه ليها مقاسها، فانا بعملهم، ممكن اعملهم في ملف واحد. يبقى انا ملف مثلا، الملف ده بسميه مشروع او بروجكت مثلا او براند اكس. خلاص انا عندي الفايل ده، كل التصاميم اللي جواه بتاعه البراند ده، من انفولوب، من ليتر هيد، من بزنس كارد، من بروشور، من فلاير، ممكن يعني اعمل. مش مهندس نفس البراند اللي يعني مثلا تطلبه أي شركة مثلا سعودية، مثلا يقول لك اعمل لي براند للشركة، تسوي كذا. ايوه، هو ده اللي احنا هنشرحه. هو ده اللي جاي في المحاضرات الجايه، ان احنا هنعرف ازاي نعمل براند ايدنتيتي، هويه بصريه، او براند ايدنتيتي، او فيجوال ايدنتيتي، ان احنا نعمل هويه بصريه للبراند بتاعنا، من اللوجو بقى، والبيزنس كارد، والبروشور، والفلاير، والانفلوب، والليتر هيد، والرول اب، وكل التصاميم اللي خاصه بالبراند. انت ممكن يجي لك يا استاذه جهاد بعد كده عميل يقول لك انا عايزك تعملي لي براند ايدنتيتي كامله للشركه بتاعتي. فبتعملي طبعا، بتختاري بقى، احنا هنعرف هم كل الكلام. اساسا هنعرف كل. لا، الصوت عندك بيقطع، سامعينك يا جهاد، الصوت عندك رفضت لان انا ما عرفتش اصمم. يعني كمان هويه بصريه ما عرفت. هو ده اللي هنتعلمه، هو ده اللي انتوا بتاخدوه في الكورس ده. انتوا هتتعلموا ازاي تعملوا تصاميم هويه بصريه كامله. احنا كل اللي فات ده احنا كده لسه في المقدمه. احنا كل ده بأهلكم بس ان انتوا تتعاملوا ازاي مع الاستريتور، عشان ما يبقاش الموضوع بالنسبه لكم صعب. اللي حتى عارف ادوات او ما اشتغلش في الاستريتور قبل كده، يبقى انتوا كلكم فاهمين وعارفين احنا بنستخدم ايه. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس، تمام. اليوم مدري ما لها شبكه معي ضايعه، برغم انه ما شاء الله تمام. الشبكه عندك ضايعه. تمام. طيب، عايزين تكملوا برضو ولا كفايه كده؟ لا لا، انا نكمل اليوم. ايه، كمل يا هندسة. برضو. ايوه نكمل، اعلان معي. ماشي. طيب نكمل بعد كده. الاداه اللي بعد كده اداه النايف دي. اداه النايف دي لو انا بقطع جزء معين مثلا من صوره، اقدر عفوا اعمل سلايدز كده، زي الاداه اللي بتبقى موجوده في الفوتوشوب برضو، ان انا اقدر اعمل سلايز للاجزاء بتاعتي. انا عملت الديزاين بقى في ارت بورد واحده، بس عايز اجزأها واعملها سلايز كده، اقسمها لوحدها. فبرضو بستخدم اداه السلايز دي. تمام، دي اسمها سلايز تول، ان انا بقدر احدد بيها. انا مثلا عملت هويه بصريه وعملتهم في ارت بورد واحده، فاقدر اقسمها برضو، يبقى الموك اب بتاع البيزنس كارد لوحده، والموك اب بتاع الانفلوب او اللتر هيد لوحده، وهكذا. اقسمها سلايس بالشكل ده. ده بيقسم لي الارت بورد. طيب الاداه الهاند طبعا معروفه، ان انا بقدر احدد بيها وامسك الاداه كده وايه، واتنقل في مساحه العمل بتاعتي زي ما انا عايز. دي اسمها الهاند. الاداه ديت اداه جديده خالص في الانستليتور في الاصدار الجديد اللي هو 2025. دي بتخلي لي انا قبل كده مثلا لو انا كنت عايز اعمل الشكل، شايفين الشكل اللي احنا عملناه الجميل ده، انا عملته باداه الروتيت. لو انا عايز اعمل زيه بقى بشكل مانوال، لو انا عملت دايره زي كده وعايز اخلي النجوم دي، خليني اخد نسخه طبعا ما خلاص هي اتحولت بقى ماشي.
خليني اخد مثلا نسخه من دي. شايفين النجمه دي؟ اخليها برضو مش نجمه، اخليها بالشكل ده، واخليها مثلا باللون الايه، اللون ده. تمام. فقبل كده لما كنت ابقى عايز اخلي الشكل اللي انا عامله ده، الشكل اللي احنا عاملينه ده، الشكل اللي احنا عاملينه ده عايزينه يبقى يلف حوالين الدايره دي. لو انا مثلا عامل منه كذا واحد، لو انا عايز اخليه بالتساوي حوالين الدايره دي، كنت هقعد احط ده مثلا هنا كده، وبعدين احط دي مثلا في النص كده، واقعد احاول ايه اظبطها كده، وبعدين احط دي برضو هنا كده، احاول اظبطها، واجيب دي برضو احاول اظبطها بالشكل ده هنا كده، احاول اخليها قصاد ده. فانا بعملها الكلام ده مانوال. لكن هنا في الاداه الجديده في الاستيليتور ممكن اجيب الاشكال دي بعيده كده خالص. تمام. وامسكهم الثلاثه مع بعض كده او الاربعه مع بعض كده، واقول انا عايزهم حوالين الدايره دي. فبس بختار الاداه الجديده دي، وبضغط كده وبضغط على دول. شفتوا اللي حصل؟ بضغطه واحده خلاص ظبطهم لي بالابعاد دي. وممكن كمان اجي اوسع هنا بالشكل ده كده، او اضيق بالشكل ده اهو، ابعدهم عن بعض كده او اقربهم من بعض كده اهو. وممكن اعمل لهم روتيت، يعني ممكن اقلبهم من هنا بالشكل ده. فهو الاستريتور وادوبي بالذات كل مره بتطور في الادوات بتاعتها، وبتدينا حاجات تسهل علينا الموضوع. الحاجات دي الاداه ديت بالذات مش هتلاقوها في الاصدارات القديمه، يعني في قبل 2024 او 2024 حتى مش موجوده. لكن بصوا هنا شايفين حتى الشرح بتاعها، الموضوع فيها لذيذ جدا. واقدر اهو ابدا دي كده اخليها كده، الفهم من هنا كده اهو. تمام. طيب اداه الزوم طبعا خلاص عارفين الزوم، لو انا بصغر او بكبر. طبعا لو دوست على الالت بيصغر معايا. تمام اهو بصغر كده خالص. طبعا لو من غير الالت بكبر. بالالت بصغر، بالالت من غير الالت بكبر. طبعا عارفين اداه الزوم. هنا بقى النقطه بتاعت اللي كنت بقول لكم عليها بتاعت الفل والستروك. لو انا عندي شكل مثلا زي الشكل اللي فوق ده، طبعا هختار اداه الموف تول. انا عندي الشكل ده، الشكل ده اللون بتاعه ستروك ولا فل؟ قولوا لي كده بقى من اللي احنا شرحناه النهارده، ده فل ولا ستروك؟ هو دلوقتي ستروك. دلوقتي ستروك. لو انا عايز احوله لفل، خلي اللون الداخلي بعكس من السهم اللي هنا ده، اقول له ده الفل وده الستروك. فانا حاليا مختار الستروك. لو ضغطت على السهمين المقلوبين دول كده ينعكس ويبقى فل. لو عكست تاني يبقى ستروك. لو عكست تاني يبقى فل. يبقى ده الفل وده الستروك وده الستروك. تمام. الجزئيه اللي تحت هنا بقى، اولا اللون يبقى سوليد ولا جريدينت ولا نون؟ يعني عايز اللون يبقى سوليد، لون واحد، لون موحد كله، ولا يبقى جريدينت تدرج لوني زي ما احنا شفنا من شويه التدرج اللوني، ولا عايزه يبقى من غير لون؟ فانا هنا على حسب ما اختار الفل ولا الستروك. لو انا اخترت الستروك فاقول له بقى عايزه جريدينت يتحول لجريدينت. يعني لو انا ماسك العنصر ده اللي احنا كنا واقفين عليه من شويه وقلت له خلوه لي جريدينت، بيتحول على طول لجريدينت. بصوا الخط بقى عامل ازاي، بقى جريدينت. لو انا قلت له نون، خلاص هيلغي الستروك اصلا، مفيش حاجه. الشكل هو موجود بس مفيش حاجه. لو قلت له هات لي الفل ده بقى واختار مثلا الجريدينت اهو، حول لجريدينت. هاته لي اللون السوليد ده يتحول للون السوليد. هات لي من غير لون، خلاص لغى لي اللون. تمام. فهمنا فكره الفل والستروك؟ اه تمام. تمام. طيب آه تمام. كده احنا خلصنا التول بار، اغلب الادوات اللي موجوده في التول بار على اليسار. تمام. عشان نخش بقى في الجزء اللي على اليمين ده عايزين ساعتين كمان. يعني مش عشان هو كتير، بس يعني قصدي عشان هنشرح بالتفصيل اكتر في الناحيه الثانيه. فنكتفي بهذا القدر النهارده، وممكن ما نشرحش المره الجايه التول. يعني ممكن نبدا بقى نرسم حاجه، نبدا نشتغل في مشروع. تمام. واحنا شغالين نبقى نشرح الادوات التانيه دي. معلش يا هندسة، بس حاجة بسيطة أشرحها وخلاص يعني. ايه هي طيب؟ عايز أعمل ماسك على الكتابة، يعني على النص أعمل عليه الماسك. لا 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 لا، دي محتاجه شرح. هنعملها بس مش دلوقتي.
هو انا بعملها على الشيب عادي، بس جيت على النص ما جاتش هنعمل هي حاجه بسيطه جدا، بس ده سابق لاوانه قوي يعني. اصبر، هنشرح. تمام. كنت هلا محتاجها في دائما حاجة يعني، مستعجل، فعشان كده مش عارف. مستعجل دائما. انت عايز تعمل ماسك على كتابه، يعني انت مثلا كتبت كلمه زي دي كده. تمام، خليني بس اعكسها الاول. تايب تول، وكتبت كلمه زي دي، وعايز تعمل عليها ماسك. تمام. هنا اه في تمام. اداه هنا اسمها الابيرنس. بتقدر تعمل انت اللي انت محتاجه افكت على العنصر نفسه. انا مش كنت قلتها لكم دي قبل كده ولا ايه؟ تمام. انا دلوقتي عندي العنصر ده، فلو انا ضغطت على الفيل هنا، انا اديته لون فيل جديد. لو الفيل ده انا عايزه جريدينت، ممكن اختاره جريدينت، فيديني فيل كده فوق جريدينت. لو انا عايز ادي الستروك بتاعي، لو انا عايز اديله ستروك بضغط على الستروك. الستروك بقى لو انا عايز اديله لون معين، فبضغط على الستروك ده وبختار لون معين. فبقدر انوع بالكلام ده. انت عايز تعمل بقى كليبنج ماسك على ايه؟ عايز على تحط النص شيب نفسه. جواه. على النص عايز تحط شيب يعني جواه. عايز اخلي الصورة جوه النص زي ما بنعمل ماسك في الفوتوشوب. الصوره جوه النص، يبقى محتاج تعمل حاجه تانية اسمها كرييت اوت لاين. يعني انا عندي نص زي ده، ما ينفعش ان انا اخليه نص واحط جواه صوره. تمام، لا. انا عملته زي ما انت قلت، بس برضو مش قابل، فعشان كده بقول لك اعملها قدامي. طيب، انا لو عندي نص زي ده كده، تمام، وحولته لكرييت اوت لاينز، خلينا مثلا ايه ناخد ده كده ونعمل كرييت اوت لاينز. هقول لك ليه المشكله دي ما حصلتش عندك ليه. انا حولت كرييت اوت لاينز، بعد ما عملت كرييت اوت لاينز بطلع فوق على اوبجكت وبنزل على حاجه اسمها كومباند باث. شفت انا قلت لك الموضوع سابق الاوان قوي ازاي، بس ماشي. كومباند باث وبعمل ميك. انا كده بقى عندي العنصر ده كتله واحده. اقدر احط الشيب جواه. لو انا جبت صوره، خلينا اجيب لكم اي صوره دلوقتي. فايل بليس. تمام. خليني مثلا وليكن ممكن اشوف صوره هنا. مثلا هاخد الصوره دي بليس، وعايز احطها جوه الايه الشيب ده. خلينا اكبر الشيب. انا جبت اي صوره يعني، مش لازم اي صوره. تمام، وهطلعها بس فوق، وهمسك الصوره معاها واعمل كرييت كليبنج ماسك. ميك كليبنج ماسك. كده الصوره جوه الشيب يا علاء. لو زي انا الفل. انا كنت بعمل نفس الخطوة، فكان الكلمة كلها بتختفي في نقطة صغيرة. عشان مش عامل كومباند باث. ما انا بقول انا وصلت للمرحلة دي. يعني كنت بعمل نفس الخطوة اللي انت عملتها، بس يمكن في اي مشكلة في الاساس. يعني ماشي، انت هنجربها تاني. يعني بتعمل كومباند. بتختفي لما بنعمل ماسك، بتيجي مختفية خالص. عملت كومباند باث. اه، فبتيجي مختفية. آه يعني تاكد تاني كده، شوف تاني خلاص تمام، انا الخطوة كده تمام زي الفل. يمكن انا اللي عملت حاجة غلط في النص. ماشي، اعمل راجع عليها تاني، ولو في حاجه حصلت او في حاجه محتاجه تاني قول لي عليها. تمام بعت زي الفل. بعت لي وانا هظبطها لك. ماشي. بس ده سابق الاوان قوي يعني. كل الناس ممكن تكون اللي حاضره معانا بيقولوا ايه ده، ايه اللي انتوا بتقولوه ده. فعشان كده بقول لك تريث عليا. معلش، هي بس وقفت معايا، فعشان كده قلت اشوف. بعت لي على الخاص وانا هجاوبك على اي حاجه، حتى لو حاجه ادفانسد خالص قول لي عليها على الخاص وانا هبعتها لك. زي الفل. ماشي، عشان الناس ما تتشتتش معانا بس. زي الفل. حبيبي يا علاء. في ناس كتير بتبعت لي في اي وقت. انا ما اعرفش الناس اللي ما بتبعتليش محروجه مثلا. انتوا محرجين ان انتوا تبعتوا لي؟ خايفين ما اردش عليكم؟ يعني في حد بدون ذكر اسماء ما شاء الله ما بيفصلش في اي وقت بيبعت لي. مش عايز اقول عشان ما اكيد امين، ها. لا، ده امير كان في الراوند اللي فاتت. امين دلوقتي ما بقاش يبعت، لكن قبل دلوقتي قصدي في الراوند دي ما شاء الله. يعني انا في كل راوند في حد كده بيتقمص نفس الدور يعني. بس انا مش زعلان، بالعكس انا مبسوط جدا ان هو بيبعت لي دايما. وبقول لكم في اي وقت ابعتوا لي اي حاجه واقفه معاكم ابعتوا لي. وجهاد، انت تقريبا يا جهاد بعتي لي وانا ما ردتش عليك. صح يا جهاد؟ ده جهاد خرج. ماشي. خلاص، ان شاء الله اشوفكم يوم الثلاث. في حد عنده اي سؤال قبل ما نختم؟
لو حد عنده كله اي تمام. سؤال. كله تمام يا هندسة. طيب حبيبي علاء، اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الثلاث. الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. عليكم السلام. ترى وعليكم السلام. عليكم السلام. ترى من انصرافكم 5 دقايق وهنفصل اللايف.